بداية من نتيجة الثانوية العامة، هل النتيجة كانت زي ما انت كنتي متوقعة او زي ما انت كنتي عايزة؟ جيت وانا 6 ابتدائي قررت اعمل البيزنس بتاعي. قلت لا، انا بيزنس وومن. انت اول منحة قدمتي عليها كانت امتى؟ اخدت منحه تبع هارفارد بيزنس سكول، تبع اللي هي entrepreneurship in emerging economies او رياده الاعمال في الاقتصاديات الناميه. بدأتي تبحثي ازاي؟ انت قلتي انت سمعتي عن كلمة منح وبدأ ينور في دماغك حاجة، الله ده في حاجة انا ممكن اخد جودة تعليم عالية من غير ما ادفع فلوس. وجات لي الفرصه بتاعت وزاره البيئه. ما كنتش عارفه ان الفرصه كبيره للدرجه، لان انا اكتشفت ان انا مش هشتغل في الوزاره. انا هشتغل في وحده جديده بتنشأ في الوزاره، اسمها وحده الاستثمار البيئي والمناخي، اول مره تتعمل في وزاره البيئه. والاهم ان انا هشتغل مع مساعد الوزير، يعني انا مش داخله حاجه بسيطه، وهشتغل في مكتب الوزير. انت مساعد الوزير، يعني انت نقدر رقم نقول كده. 3 في الوزارة ممكن نقول، او بالظبط. في الصف بتاع رقم 3. بالظبط. الشغل ده بقى كان تطوعي كامل ولا كان فيه مدفوع؟ كان في مدفوع. وانت بدات امسك فلوس من التوعيه البيئيه. اظن دي مش مشكلة ازهر بس، هي اغلب المدارس الحكومية بتطلع ناس كده. فهي دي فكره المنح، لان في ناس بتستغرب اللي هو طب حد هيعلمنا ببلاش ليه؟ اهلا بيكم في كاريري كاست، البودكاست اللي بنناقش فيه قصص البدايات ومجالات العمل المختلفة. ضيفتنا النهاردة عدت على مراحل مختلفة، من الازهر لهارفارد لوزارة البيئة. هنتكلم فيها زي ما احنا متعودين عن اول شغل، عن المنح، عن مجال البيئة والمناخ والفرص اللي موجودة فيه. اهلا بيك يا الاء. اهلا وسهلا بيك يا عاملة دكتور، ايه عامل ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله كويس. عرفينا بنفسك الاول. هحاول اكون شورت باي كده سريع. انا الاء التهامي، عندي 26 سنه. انا حاليا شغاله في الهلال الاحمر المصري كلايمت تشينج اوفيسر. القصه بتاعت ان انا وصلت لهناك، انا كنت كمان اصغر حد في وزاره البيئه. كنت شغاله في مكتب الوزيره مع مساعد الوزير as a climate investment executive assistant، كان تايتل طويل قوي. ومن حظي الحمد لله ومن كرم ربنا ان انا كنت دايما اصغر حد واول حد بيبدا الحاجه دي. فلو هعرف نفسي سريعا، انا شخص محب للتعليم جدا، شخص بيحب البيئه والانسان، شخص شغوف بالبزنس. ف حلو قوي. قبل ما نبدا في الحلقه بتاعتنا، خليني اسالك، انت قلتي انك شغاله دلوقتي از كلايمت تشينج اوفيسر. يعني بالظبط. ايه التايتل ده بقى بلغه كده الناس تفهمها عادي؟ مسؤول تغيرات مناخ. م- مسؤول تغيرات مناخ. مش مفهوم برضو بالعربي، بس يعني في تفاصيل كتير. يعني في بتعملي ايه في يومك؟ رحتي آه الشغل دلوقتي الساعه 8 او 9، ايه التاسكس او ايه المهام اللي عليكي طول اليوم؟ حلو قوي. انا عندي مهام مختلفة. في مهام توعوية، ان انا بوعي المجتمع عشان هو مشروع. فالمشروع ان انا بوعي المجتمع اللي احنا شغالين فيه، وهو مش في القاهرة، هو في محافظة في الصعيد. يعني ايه تغيرات مناخية، مشاكل الموجات الحرارية، ازاي ان هم كمان هي منطقة زراعية، فانا ببدأ اشوف ايه التقنيات الزراعية اللي ممكن تساعدهم، لان هو يعني بيظبط وسائل المعيشة. يعني مثلا لو حد الزرع بتاعه باظ، خلاص هو لا هيعرف يودي ولاده تعليم، ولا هيعرف ان هو يعيش حياة سليمة يعني. او لو جت آفات معينة بسبب تغيرات المناخ، هو بيبدأ ان هو مش عارف يتعامل معاها، لان ده نوع جديد من الحشرات او نوع جديد من الطفيليات او هكذا. فبيبقى دور من ادواري ان انا بشوف مشاكل المجتمع اللي جاية من التغيرات المناخية، وببدأ ان انا اشوف لها حلول. مم. ده من دايلي التاسكس بتاعتي. تاني حاجة بعمل ريبورتس عن المشاكل برضو المناخية دي. بعمل ببقى شغالة عندنا تقييم معين، فاحنا التقييم ده بنبدأ نعمل له تولز استحداثها في مصر، وشغلي الحمد لله دايناميك شوية، ان احنا التقييم اللي احنا هنعمله اسلوبه نفسه اول مرة يتعمل في مصر. وفي يعني بروجكتس، وفي موديولز اول مرة تتعمل في الوطن العربي. كل ده احنا شغالين عليه عشان نطبقه على التحديات المناخية، ومدخلين فيها مثلا اشوف فيه ايه المشاريع اللي ممكن هم يشتغلوا عليها، زي إعادة تدوير المخلفات الزراعية. نبدأ إن إحنا نشتغل عليها، ونعرفهم إن هم يعملوها إزاي، ويطلعوا فاليو من دي فاليو من البيئة اللي حواليهم. فأنا شغلي كله تفكير، وأعمل ريبورت يوثق إيه المشاكل اللي عندهم، بعدين أعمل حاجة محتوى تعليمي، فأبدأ إن أنا أحسن في المجتمع يعني. يعني خلينا نقول ان احنا في عندنا دلوقتي مشكله في المجتمع اللي هي كلايمت تشينج او تغير المناخ. انت مسؤوله عن المشكله دي، بدايه من انك تكتشفي المشاكل اللي موجوده بالظبط. وتقترحي حلول وتنفذي الحلول دي كمان. بالظبط، وفي جميع القطاعات. لو انا مش مسؤوله عن قطاع معين، ببدا ان انا اشوف مين المسؤول في القطاع ده، وابدا ان انا اتارجته. يعني مثلا انا مش دكتوره، بس تغيرات المناخ مثلا بتعمل مشاكل جلديه، فابدا ان انا اتارجت واجيب الاناليسز ان هي ايه الرابطه ما بينهم، وابدا اجيب دكتور جلديه يحل المشكله دي. فنبدا ان احنا نشوف ايه القطاعات المختلفه اللي مؤثره على المجتمع، واعمل لها اناليسز، وابدا ان انا احط حلول واجيب ستيك هولدرز. ممكن يكون حد شغال مثلا
في حل معين، انا عشان انا بره المجتمع اقدر انا اتواصل معاه كشخص مثلا representative، شخص جاي من مؤسسه، فانا هقعد مع الشركه دي اقول لهم مثلا هم عندهم مشكله في الري، فعندكم ري حديث، فيبداوا ان هم يوفروها لهم بشكل ما. فببدا ان انا اكون حلقه الوصل، ده جزء من شغلي ان انا اشبك كمان. حلو، احنا عايزين نحل المشكله دي، سواء ان انا هعرف ان انا اعمل بعض المهام، او انا في بعض المهام محتاج ان انا اعمل تعاقدات او شراكات مع بعض بالظبط. الناس اللي يساعدوني في حلها. حلو قوي، هنيجي للموضوع ده اظن بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن مجالات العمل، بس انا حابب ان احنا نبدا من بدري شويتين كده، يلا بينا. بدايه من نتيجه الثانويه العامه. هل النتيجه كانت زي ما انت كنتي متوقعه او زي ما انت كنتي عايزه؟ تماما تماما، بالعكس، دايما اقول ان هي المحنه التي تؤدي الى منحه، هي حرفيا خدتني المنحه. تصحيحا بس، انا مش ثانويه عامه، انا ثانويه ازهريه. امم. وانا ببقى فخوره جدا ان انا شخص ازهري، جميل قوي. والحمد لله يعني ده فضل من ربنا. و... وشكرا لاهلي كلهم ان هم وقفوا جنبي، لأن انا كنت عايزه اسيب الازهر من وانا في 6 ابتدائي. كلنا كنا هذا الشخص. انا عايزه اسيب الازهر واخد مواد كتير، مش عارفه العب، مش عارفه اعيش حياتي، بس فعلا كان احسن. وده من فضل ربنا عليا، لان انا كنت كل سنه احاول اخرج من الازهر، يفتحوا السنه اللي قبلي واللي بعدي، السنه بتاعتي اللي يتقفل عليها. فحسيت بقى ان انا محشوره في النص، عايزه اخرج باي شكل. ولكن لما طلعت للمجتمع فعلا، لا، عرفت ان التعليم الازهري مختلف، والضغط اللي انا كنت بضغطه، اكتشفت ان الحياه اوريدي محتاجه شخص مالتي فانكشن، ان احنا بيبقى عندنا 24 ماده وبنخرج ومش عارفه ايه، امم. بنروح مع اصحابنا، واصحابنا اللي عندهم 7 مواد مش عارفين ان هم يعيشوا حياتهم. ده صحيح. فبتبدا ان انت تتعلم من زمان السكيل بتاعه ازاي ازنق نفسي ليله الامتحان. ده اول سكيل. وسكيل ان انت تهضم معلومات كتير في وقت قليل. بس كان انت داخل الامتحان عليك 30 جزء قرآن مثلا في الثانوية العامة. بالظبط. وكمان كان في دراسة قريب قرأتها، وفعلا حسيتها ان لما بتعلم طفل يعني اللغة والقرآن بالذات، اللي عشان المخارج، الحروف والمعاني واللغة العربية بالذات، ده يعني بينشئ عنده وصلات في المخ، بيبدأ ان هو يكون بيفانكشن احسن من اطفال اخرين اللغة بتاعتهم مش غنية او ثرية. ف... فده حسيته في كل الاطفال الازهريه صراحه، مش تحيزا، ولكن دي دراسه يعني بس محايده. تعصب، هو مش تحيز للأزهر بس تعصب للأزهر. تعصب الازهر. طيب حلو قوي. الثانوية بقى. فالثانويه امم. كان نفسي ادخل هندسه جدا جدا، لان انا كنت انا مع العلم ان انا شغاله يعتبر من اعدادي كمدربه. كنت بدري لغه عربيه ورسم، حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. من ايام التطوع احنا بدات اشتغل في حضانات انترناشونال، وعلم اللغه العربيه لغير الناطقين العربيه، وكنت بدرس رسم. وبعدين من الرسم اكتشفت اني بحب الديكور، فبدات ان انا اشتغل ديكورات، وكنت حلمي ان انا ابقى مهندسه ديكور. جت نتيجه الثانويه العامه، جبت مجموع هندسه، ولكن هندسه بنين. يعني انا والولد امم. دخلنا نفس الامتحان بس الازهر. عشان بيبقى التنسيق بتاع البنات غير تنسيق الولاد. فبدات أظن اكتئب. الموضوع ده اتغير في آخر كام سنة. اتغير بقى التنسيق مختلف. أظن بقى مش متأكد من المعلومة دي يعني، بس أظن عملوا تعديل في النقطة دي يعني. والله نتمنى، بس كان شعور سيء جدا يعني. اللي إن هو الولد جايب مجموع ويقدر يدخل هندسة، بينما أنت لأ، مش عارفة بالظبط، تدخل انا هندسة. جايبه نفس المجموع، بس تنسيق بنات بنفس الامتحان بنفس كل حاجه، بس تنسيق بنات بيبقى اعلى من تنسيق بنين. امم. لان انا لو جايبه مثلا، كنت جايبه 89 ونص. ده كان يجيب هندسه مرتاح لو كنت ولد ازهري. ولكن ربنا قدر، فقلت ايه اقرب حاجه، علوم. انا بحب الناشونال جيوغرافيك، وبحب الحيوانات والتنوع البيولوجي، فيلا ندخل علوم بيولوجي. وقعدت ادعي واصلي عشان احنا كان جوه علوم كمان في تنسيق داخلي. انا مش امم. بدخل علوم، بدخل اي قسم انا عايزاه على حسب مجموعي. دخلت علوم بيولوجي. وكنت قبلها مقدمه على المنح بسبب التطوع اللي انا كنت بتطوعه من ابتدائي، واللي هو بالمناسبه كان تطوع في مجال بيئي برضو. كنتش عارفه ان ده شغفي اساسا. انا كنت كل ده بدور على هندسه ديكور، انا شخص ارتستيك بحب الرسم وهكذا. وقدمت على يجي، دخلت 40 50 منحه، كان نفسي قوي اتعلم بره مصر. قدمت بقى على منحه تركيا ومنحه الصين ومنحه اي منحه كانت بتيجي قدامي كنت بقدم عليها، لحد ما جه النتيجه. والى هذه اللحظه انا داخله اولى علوم. وانا ما جاليش اي acceptance letter، كلهم you are rejected, you are rejected. unfortunately we are informing you that you في are الآخر rejected. ريجكتد برضه. كاتبين لي باراجراف فوق، ليه؟ طب ما تديني rejected في الاول ارتاح. ف الحمد لله خلصت اول ميد ترم، ما كانتش نتيجته طلعت، ولقيت مكالمه بتجيلي وتقول لي الاء انت اتقبلتي في منحه برايفت يونيفرسيتيز، وان احنا هنعمل معاكي انترفيو، وفي بروسس طويله قوي عشان ادخل المنحه دي. حلو أوي. الحمد لله يعني. المنحه دي كان فيها هندسه بالمناسبه. فدخلت البروسس، كانت بروسس طويله جدا.
بفضل ربنا الحمد لله اتقبلت. كان انترفيو شخصي، بعد الانترفيو كان مقابله اهل ان هما بيجوا لنا، بعد مقابله الاهل كان في حاجه تحضيريه، معسكر تحضيري، وبيسلكتوا مننا بيشوفوا شخصياتنا بقى ومش عارفه ايه. لان المنحه دي مش منحه تفوق، في حاجه كده، في كذا نوع من انواع المنح. منها منحه القاده، اللي هو لو انا شخص جايب مجموع كويس accepted، وانا شخص بيفيد المجتمع بتطوع من زمان وقادر ان انا اسيب اثر على الناس، بيبقى دي منحة القادة. فبيبقى اصلا تركيز اساسي ان هم يزودوا مهارات القادة اللي عندي، القيادية يعني، مهارات القيادية اللي عندي. تمام. ف... فالحمد لله I got accepted، وكانت دي منحة من اقوى المنح، ودي كانت فتحة خير عليا سبحان الله. يعني رغم ان انا كان في خناقة في البيت بقى، اللي هو انت هتسيبي علوم وتروحي مش عارفة انت هتكملي ولا لا، وكان فعلا في احتمال أنا ما اكملش، ممكن المنحة ما كملش فيها لأي سبب ما يعجبنيش الموضوع. زائد ان كمان المنحة ان انا كنت لازم اعيش بعيد عن اهلي عشان الاستقلالية واتعلم حاجات وهكذا. يعني انا من القاهرة، بس اول سنة كانت هي المنحة كانت عبارة عن 3 كومبوننت، منها مم. دبلومة في AUC في الجامعة الأمريكية، وتعليم جامعي على الجامعة اللي انا هختارها بناء على التخصص اللي انا هختاره. انا كنت مختارة تخصص هندسة. وتالت حاجة كان ترم بره مصر. فكانت المنحة عاملة كوليكشن منح جواها يعني، فعشان كده ما شاء الله كانت قوية. كنت متضايقة جدا ان انا ازاي اتقبلت بس مش هسافر بره مصر. انا حلمي ان انا الف العالم واعمل. فهي كانت المنحة هي منحة، بس انت هتدرسي في مصر. هدرس في مصر، ولكن يعني مش هقعد مع اهلي في مصر. الجامعة اللي هم يختاروها هتبقى في مصر، من الجامعات المصرية أو الجامعات الخاصة المصرية. بالظبط، بس بشرط ان انا لازم اعيش في السكن بتاع الجامعة، مم. عشان نوع من انواع ان هم بيعلمونا استقلال. يعني الصراحة كانت حاجة كويسة، بس في الاول كان بالنسبة لي برضو، طب انا قاعدة في القاهرة، انا ليه خليني اقعد في التجمع وبيتنا في كذا، في مكان تاني. فكان بالنسبه لي مش منطقي، كان في تخوف كبير، كان في تخوف ان انا مش I can't adapt في القصه دي. معلومه بس عشان الناس ما تبقاش فاهمه ليه اصلا في منح دراسيه. هي دي عامله زي الضرايب، يعني اي شركه بيكون ليها ضرايب. لما بتكون دوله عظمى بيكون المفروض ان هي معروف دوليا ان هي بتستغل موارد لبلاد تانية، فبالتالي بتبدا ان هي تدفع ضرائب مجتمعيه ان هي تبدا تعمل equal opportunities، لان هم ما فيش equal opportunities of education، فرص متساوية. فرص متساويه. اللي هو الناس الأغنياء بياخدوا فرصة إن هم يتعلموا بفلوسهم. بالظبط. فدلوقتي الناس اللي عايزين يتعلموا ياخدوا تعليم عالي الجودة ياخدوه ازاي؟ فبتبدأ الدول دي او بعض الجهات المانحة تدفع بالظبط. فلوس عشان تعلم الناس اللي عايزين يتعلموا، او هم قادة زي ما انت قلتي، بس ما فيش عندهم المقدرة ان هم يدفعوا الفلوس الكتير دي. بالظبط، فهي دي فكره المنح. لان في ناس بتستغرب اللي هو طب حد هيعلمنا ببلاش ليه؟ فهي الفكره كلها ان انت بتثبت جديه وجداره، وانت شخص تستحق المنحه دي فعلا، فيبدا ان هو يدوهم المنح دي، لان هي كده كده زي ضرائب على الدول العظمى. يعني مم. عمرنا مثلا هنلاقي مثلا اكوادور مطلعه منحه يعني الطلبه ان هم يروحوا عند، ولا البرازيل. فمش هتلاقي حد يعني البرازيل مش هتطلع من البادجت بتاعتها هتدي لينا. هتلاقي مثلا بلاد زي اليابان، زي الصين، زي امريكا، اللي هي الدول العظمى هي اللي بتدي فلوس منح. فدي بس معلومه جانبيه عشان مش بس يعني misconception ممكن يعني. يكون ما في مفهوم شائع كده، مش عارف مدى صحته، تصححوا لي برضو، ان ده كنوع من نشر الثقافة. يعني احنا كدولة عظمى فاحنا في عندنا ثقافة احنا مقتنعين بيها، حابين الناس التانية يكون في عندهم نفس الثقافة او بعض افكارنا. فهل المعلومة دي صحيحة ان المنح دي بتكون بشكل ما لما حد يجي يتعلم عندنا في امريكا فبالتالي بيتعرف على المجتمع الامريكي، ده بنسبة ما بيكون في عنده ولاء لهذا المكان اللي اداله فرصة انه يتعلم؟ والله لا، ما اعتقدش ان ده تارجت. بص، اي بلد هتدفع فلوس هيكون عايزك تتعلم لغتها كنوع من انواع نشر الثقافه. يعني مثلا منحه رومانيا بيعلموك رومي روماني. فطبيعي ان هم عايزين ينشروا ثقافتهم، بس بيبقى بس عشان انت تتعامل مع الدوله او تتعامل مع الكونتكست اللي هو فيه، مش ان هو عايزك تتطبع وتتحول للشخص ده. لو شخص اتحول ان هو حب المجتمع ده فدي مشكلته، بس هم مش مم. بيحطوا منهج انا ازاي امريكاك، ازاي تبقى صيني. مم. فلا، مش ده الهدف، ومش بيبقى في المنهج نفسه. الهدف ان انت فعلا تتعلم. وطبيعي اي بلد هتكون دافعه، هتكون فعلا عايزه ان الناس تتكلم لغتها، تفهم ثقافتها، بس مش انها تغير من تتأمرك زي ما انت قلتي. تتأمرك. وده تقلي. يعني انا عايزه اقول لك ان انا عشان كنت لسه صغيره طالعه من ثانويه. طبعا ثانويه احنا معروف البنات الازهريات بالاخص ان احنا من المدرسه للبيت وبيت المدرسه مفيش حياه، فاحنا مش عارفين العالم بره. فحد قال لي، كان حاجه غريبه قوي، اللي هو حسبي تغيري من اخلاقك او من حجابك او من عشان هما انت رايحه منحه.
لا الموضوع مش، هما مش بيقولوا لي واحد اتنين تلاته انت هتاخدي المنحه فانت بالتالي تتخلي عن مبادئ معينه. ما فيش الكلام ده خالص. مم. وده بيبقى تخوف عند بعض يعني انا عارفه ان ده غريب ان انا بقوله، بس ده تخوف يبقى عند بعض الاهالي، ودي حقيقه ان هي اتقالت لي انا وانا صغيره، فطبيعي اهالي كتير قوي بيوصل لهم ده او بيبقوا متخوفين من ده. لا، انت شخص مربي ابنك كويس، هو لو طلع للمجتمع دلوقتي او لو طلع للمجتمع بعدين، هو لو عنده حته ان هو ما عندوش المبادئ دي، يا هتمشي دلوقتي يا هتمشي بعدين، عنده مبادئ ربنا يحفظه هنا او بعدين، هيطلع لسوق العمل ففي مسكونسبشن. ففعلا المنح جاست محتوى تعليمي او محتوى آم، قيادي او اضافه المهارات، ملوش دعوه بس هو ممكن بالثقافه. يكون عشان انا بطلع لمجتمع جديد بقيم مختلفة عن القيم اللي انا اتربيت عليها. فمثلا أنا وليكن اطلع منحة عايش في امريكا مثلا، بالظبط. ففي قيم جديدة في المجتمع. بس العامل الاساسي اللي انت بتقولي عليه هنا ان انا اربي شخص بقيم قوية، بحيث ان هو الشخص ده كده كده هيختلط بمجتمعات مختلفة عن القيم بتاعته. ولازم ان هو يكون في عنده صلابة القيم، ان هو يكون عارف هو ليه القيمة دي عنده اصلا. مثلا زي ما انت ضربتي مثال الحجاب، فهي ليه اصلا محجبة؟ هي عارفة قيمة القيمة اللي معاها عشان ما تنبهرش بالقيم اللي هي ممكن تكون مختلفة عنها. بالظبط. صح كده؟ فهي ممكن تكون فكر زي ما بيقولوا كده الصدمه الثقافيه او كالتشر شوك، فالانسان بيتعرض لها سواء دلوقتي وهو في الجامعه، سواء لما طلع الشغل، سواء لو خلص الشغل وبدأ ان هو يطلع على مجتمعات تانية، يعني مثلا بعد 5 سنين شغل مثلا سافر بلد تانية، فانت يعني على حسب ردة الفعل، او يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يعني. احنا دايما بندعي الدعاء ده ايا كان احنا في انهي كونتكست. فممكن المنح لو في ناس بتتخض من الظاهرة ان الناس بتتغير لما بتروح، فهي جاست دي شخصية عاجلا ام آجلا، جاست ان هو اتفتح له الباب ده من بدري مش اكتر، سواء بقى هيتحسن سواء هيتراجع سواء whatever. بس كمنهج هم عاملينه عشان يحطوا اخلاق معينة، فلا ده مش حقيقي. حلو. طيب. اتمنى اكون جاوبت على السؤال يعني. انت جاوبتي عليه ووضحتي. هو زي ما انت قلت كده ان احنا في عندنا الاساس ان انا عايز ابني ابني بصلابه نفسيه وصلابه في القيم، بحيث ان هو مهما اختلط يقدر ان هو يحافظ على نفسه ويحافظ على قيمه. وهي الفكره ان الشخص مش بيكون عارف اصلا هو ليه عنده القيمه دي، هو اخدها بشكل وراثي بشكل ما. فبالتالي بالظبط. لما بيحصل عنده الشوك دي هو بيبدا يفكر، بيبدا المكنه تشتغل. فهو لو ما فيش عنده اجابات على الاسئله دي من البدايه، زي ما احنا بناخد الفاكسين او التطعيمات واحنا بالظبط. صغيرين، التطعيمات دي بيكون فيها فيروس، بيكون فيها بكتيريا، عشان احنا كده كده هنتعرض للبكتيريا دي او هنتعرض للفيروسات. بالظبط. ولكن ان كان انا عندي راي ان هو برضو الموضوع ممكن يختلف من شخص للتاني بقى. ان انا ممكن شخص انا شايف ان هو في عنده ضعف في بعض القيم دي، فلا انا ما ارميهوش في الايه، في النار، واقول هو هيحافظ على نفسه يعني. اكيد. انا كنت صراحه فاكر ان انا لما اسالك عن بدايه الثانويه فانا كده بدات من الاول، بس لا، يبدو من الاجابه ان احنا محتاجين نرجع ورا من شويه اصلا. ابتدائي. اه. يعني انت قلتي ان انت كنتي متطوعه، وكنتي متطوعه في مجالات المناخ والبيئه وكده. احنا هنا بنهتم قوي باول فرصه. اول فرصه تطوع دي جات لك ازاي اصلا؟ ايه اللي خلاكي آه، تتطوعي وانت في اعدادي ولا ابتدائي؟ انا كنت في اعدادي ده بروح العب كوره واروح البيت، وفي الدراسه بروح المدرسه. ايوه هحكي لك القصه من الاول شويه. والدي ربنا يبارك له كان مشترك لنا في مكتبه مصر العامه، فرع الزيتون اللي عندنا. فالمكتبه دي بابا كان بيقول لنا مقتنع ان اي حاجه هتبدا من العلم من الكتاب. مم. فما كانش بيودينا نادي، كان بيودينا مكتبه، كنا بنقعد في المكتبه كتير جدا جدا، نقعد نقرا كتب ومش عارفه ايه وكده. فوانا قاعده في مره حد قال لنا تعالوا هعمل لكم ندوه توعويه عن البيئه، واحنا في المكتبه كنت ساعتها في ثالثه ابتدائي حاجه زي كده، تالتة مين ايه ابتدائي. وبتاعت ايه ورحنا وبنلعب واوريجامي ان احنا نعمل هو اللي هو بتاع رسم الحاجات دي، ويعني ايه تنوع بيولوجي، يجيب لنا سمكه كبيره زي القرش وسمكه صغيره ودي بتاكل دي ودي السلسله الغذائيه وكده. وده ربنا يبارك له الشخص اللي غير حياتي فعلا، مستر محمد مصطفى ربنا يبارك له. هو كان نشاط اسمه تعلم مع الباحث البيئي، ده هيكبر معانا لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي كنت متطوعه، كنت سوري، كنت طالبه في هذا النشاط، ودلوقتي انا كونسلتنت في الفريق. فرحله او سوري الرحله طويله قوي لحد ما وصلنا لهذا يعني. فهو كان اسمه نشاط تعلم مع الباحث البيئي، كنا اطفال يقعد يلعب معانا. بعدين بقى بدات اكتشف كواليتيز عندي، يعني بقى الاطفال دي يقول لنا طب حضروا مثلا عن الغزلان في محميه كذا، كناش عارفين ايه محميات، نبدا نعمل سيرش ونبدا ان احنا نشرح، بقى عندنا مهاره ان انا القي من وانا في ابتدائي. ده بجانب ان انا كنت شقيه جدا جدا وانا في ابتدائي، كنت ما بروحش كنت يعني بروح المدرسه بس بلعب اربع خمس ست نشاطات، وكنت مم. بذاكر ليله الامتحان يعني واطلع الاولى، اللي هي طالبه اصلا غريبه جدا يعني. فانا كان بالنسبه لي حاجه في الصيف تتعمل كنت بطلع فيها طاقتي كلها. وبدانا بقى توعيه بيئيه، نشاطات زراعه صغيره. جيت وانا سته ابتدائي قررت اعمل البيزنس بتاعي،
قلت لا، انا بيزنس وومن. وبدات ان انا اللي هي الحاجات اليدويه، ابدا ان انا اروح انزل العتبه يعني وانا صغيره انزل العتبه واشتري الحاجات اللي هي بتاعه الخرز والحاجات اليدوي. بدات البيزنس بتاعي. وفان فاكت يعني كنت من الادمنز بتوع صاحبي وانا صغيره. كمان. لا انا روشه قوي من زمان. كنتش عارفه ان في حاجه اسمها ماركتينج. انا بس كنت عملت البيج بتاعتي وبعمل لها مودريشن وبنزل بوست وببيع اللوحات بتبيعي والشغل فيها الهاند ميد. الحاجات اللي انتي بتشتريها من العتب. بالظبط. اللي هو الهاند ميد اللي انا بعمله. عامله البيج بتاعتي كان اسمها البورتيدا. كنت عاملاها بورتريه وقصيده عشان كنت بكتب برضه. فكنت بكتب حاجات وبنزل عليها صور وببيع الاوردرات بتاعتي واشتري الخامات بتاعتي. وما كنتش بخلي حد يشتري لي الواني او اي حاجه. لا انا اللي بكسبه بشتري بيه. كان اي نعم ماما بتديني فلوس زياده عشان كنت بخسر، بس يعني كان بالنسبه لي بشتريها من فلوسي. بحط نسبه فانا بشتريها من فلوسي. فاكتشفت حب للتجاره والماركتينج، بس انا ما كنتش عارفه ان انا اصلا ليها علاقه بالماركتينج خالص. ما كنتش عارفه يعني اصلا ده معناه تسويق. انا لقيت الناس بتعمل الحاجه بتاعتها وبتسوقها، او الناس بتعرفها على 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 البيجز، الفيسبوك. على الفيسبوك. فانا بعمل هاشتاجات واقرا ازاي اجذب الناس ومش عارفه ايه. كل ده 6 ابتدائي. كنت بتبيعي فعلا؟ وكنت ببيع، كنت كنت مشهوره بتبيعي جدا. ايه بقى؟ بورتري ارت بورتريه. وحاجات الهاند ميد. جميل قوي، حلو. وتعلمت حاجات كتير في الهاند ميد بقى، بس كلها نسيتها طبعا. اللي هو كروشيه، زخرفه، حاجات كتير، لا اللي هو تطريز. كل الحاجات دي. زي ما قلت لك انا اشتغلت ارت تيتشر بعدها. اللي هو خلاص بقيت احب ده، بقيت في مدارس. وده برضو بسبب مستر محمد مصطفى. لاني عندي بوتنشال، انا بحب اعلم، عندي حاجات كتير قوي. فقال لي طب ما تيجي معانا حضانه. وانتوا حاجه كده اسمها بير تو بير ليرنينج، اللي هو لو حد سنه قريب من حد يبدا يعلمه الحاجه دي عشان يبقى اقرب ليه. بير تو بدات بير ده طبعا. اللي هو زميل لزميل او. بالظبط. دي الفكره يعني جات له من هنا. وقالوا ان احنا نعمل بروجرام من الناس الشاطره في النشاط. هنبدا ان احنا نديهم يدوا تدريبات لناس اصغر منهم حاجه بسيطه. فبدات ان انا ادي تدريبات للارتس وللتوعيه البيئيه. انت دلوقتي الناس الشاطره اللي هي الكبيره دي. الشاطره الكبيره الصغيره دي. الكبيره اللي هو في اولى اعدادي. بالظبط. ان احنا مم. نروح لشباب في ابتدائي اصغر مننا حاجه بسيطه. نبدا اننا نديهم توعيه بيئيه. وان انا اعلمهم رسم، لان النشاط كان مرتبط شويه بالرسم. يعني اي حاجه بنعبر عنها تعبير فني. يعني مثلا في لعبه بحبها لحد دلوقتي اللي هي لعبه مشاعر. فيبدا مثلا اتخيل ان انا سمكه في الميه، وجالي وجيب بلاستيك خنقني. فابدا اعبر عن مشاعري وقد ايه انا متضايقه من الانسان اللي بيعمل فيا ومش عارفه ايه. فكنا بنربط المشاعر والرسومات والفن والقصائد بالتوعيه البيئيه. فكان ده بارت فني مغرمه بيها انا. فبدانا ان من ساعتها ان احنا نشتغل في مدارس وفي حضانات بسبب مستر محمد مصطفى، ربنا يبارك له. الشغل ده بقى كان تطوعي كامل ولا كان فيه مدفوع؟ كان في مدفوع. وانت. بدات امسك فلوس من التوعيه البيئيه. وانا في اولى اعدادي. وخلينا نقول ان السبب في ده كان بداية من التطوع، او بداية من انك بدأتي تتعلمي حاجة، بعد ما بدأتي تتعلميها بدأتي تتطوعي فيها، بالظبط. وبعد كده جالك فرصة انك تاخدي فلوس بقى. بس هي ما كانتش بيت، كان في بدل تطوعي. يعني انا مثلا فلوس مواصلاتي وفلوس اكلي كفرد، بس انا كان بالنسبه لي ده بيت. على الاقل انا ما بدفعش فلوس مواصلاتي وفلوس اكلي، فاهم. مم. فده كان بالنسبه لي ايه ممكن ده ما تجيبيش الله. اكل وتاخدي فلوس. ابقى بعمل كده. كنت في الفتره دي اللي هو ايه ده، انا باخد مقابل عامه، باخد مم. حتى مقابل تقديري. كان ساعتها اليوم 30 جنيه، 50 جنيه، حاجه زي كده، مش مبلغ يعني. وكان مستر محمد بيجيب لنا باص يودينا ويرجعنا بس. يعني ما بتدفعيش فلوس مواصلات مش نص كمان؟ مواصلة كمان. فهو ربنا يبارك له كان مهتم بينا كاولاده. يعني احنا ما كناش لينا صله اي حاجه ببعض غير ان هو بيدينا علم بس. وتحول نشاط تعلم مع الباحث البيئي لاسمه اكاشيا. اكاشيا دي شجره فيها من التنوع البيولوجي من الحياه عامه. لا شجره قويه جدا في مجال التنوع البيولوجي ومجال البيئي. بدأنا أكاشيا دي كبرنا من أولى إعدادي لتالتة إعدادي تقريبا. كل ده بشتغل تطوع في الصيف. كل صيف بننزل بنبدأ إن إحنا ندي معلومات لزمايلنا. ومن هنا بقى اكتشفت إن أنا قلت عايزة أدخل هندسة. إن أنا بدأت بقى إيه، أفهم ديكوريشنز، نروح أماكن نعمل حاجات. فحبيت ده وبدأت إن أنا أشتغل فيه أكتر. وطبعا البيزنس بتاعي شغال على جنب عادي جدا. شغال زي ما هو. شغال. وصلت قعدت الصفحة لكام لايك بقى؟ ساعتها تقريبا 3000 4000، وده كان عدد يعني. ده شخص شغال عليه لوحده وبرد على لا، الاوردرات وشخص واعمل في مودريشن اولى اعدادي وتانية اعدادي. وجنب الدراسة. فكان بالنسبة لي مجهود جنب التعليم الأزهري الجميل بتاعنا. فكان مجهود يعني إن أنا برد على الأوردرات وأعمل مودريشنز وأروح أسلم. أنا كنت بسلم بنفسي توصلي الأوردرات. دليفري كمان؟ دليفري في المترو. دي معروفة جدا، محطة كذا نتقابل أديكي فضلت تقريبا بعمل أوردرات لحد تانية سنة.
عشان ده كان اللي بيديني احساس ان انا مستقله، انا هعرف اجيب حاجتي نفسي والحاجات دي. لحد جيت تالتة ثانوي طبعا وقفت كل ده عشان ما كنتش هعرف ان انا اشتغل جنب دراستي يعني. وقفتي الصفحة وقفت ووقفتي الصفحه. اكاشيا؟ آه، اكاشيا كده كده كانت في الصيف بس. اكاشيا كانت في الصيف امم. ما وقفتش اكاشيا، لا وقفت شغلي في حته الهاند ميد البيج والهاند والصفحة ميد وكده. والحاجات دي. وبعدين جت تالتة ثانوي. لا يعني في حته مهمه، مستر محمد ربنا يبارك له فعلا كان بيجيب كل حاجه مفيده لينا. احنا كنا شغالين نشاط توعيه بيئيه، كان بيلاقي مثلا ندوه توعويه عن المنح الدراسيه، كان يجيب لنا ناس خريجين منح ويبدا ان هو يعمل لنا الندوه في المكتبه، اللي هو حاجه مش مطلوبه منه خالص بس كان عايز يفيدنا. يجي حد كان بيتكلم مثلا في نوع من انواع الكتابه او ورش كتابه او ورش اي حاجه، طب روحوا هجيب لكم الشخص ده ونقعد احنا نفس القعده دي يوم الجمعه، نضيف اي حد عنده اضافه في اي حاجه. وبالفعل احنا كنا تقريبا 20 طفل، حاليا 10 مننا على الاقل واخدين منح دراسيه، ان شاء الله. يعني زي 50 60% ما شاء الله، وكل حد شاطر في مجال. وناس من زمايلنا دخلوا هندسه بيئيه، رغم ان هندسه بيئيه ما كانتش معروفه ساعتها، بس احنا حبينا المجال، حبيتوا البيئة. حبينا البيئه من سبب مستر محمد مصطفى ربنا يبارك له يعني. بجد بذكره بالخير دايما دايما، هو السبب في كل حاجه حلوه في حياتي طبعا بعد ربنا واسرتي انهم سابوني. يعني كنت بروح المكتبه اقعد بالست كانوا ساعات. بيسيبوكي توصلي اوردرات في المترو وانت في اعدادي يعني. بالظبط. في هنا حاجة مستر محمد جميلة قوي بيعملها، ان انت بتقولي هو كان بيجيب لكم حد يعمل لكم ورش في المجالات المختلفة، دي مش حقيقه. بس البيئة، يعني كتابة، رسم، حاجات كده، بحيث ان هو بيغطي نقطة مهمة قوي في تحديد المجال او كده، او ان انت طفل صغير لسه مش عارف المجالات عشان تقولي انا اختار المجال. طيب ما بالظبط. انا بستكشف الرسم، انا بستكشف الكتابة وهكذا. وده اللي احنا اصلا بنحاول ان احنا نعمله هنا في البودكاست، ان انا بجيب حد شغال في البيئة والمناخ زيك، بجيب حد شغال في البرمجة في تحليل البيانات، بحيث ان الناس تبدأ ان هي تعرف المجالات دي. صح كده؟ بالظبط. هو كان بيجيب لكم كذا حد في مجالات مختلفة، دي حقيقه. جاب لكم بقى حد في مجال المنح. بالظبط. من هنا بقى عينك اتفتحت ان في حاجه اسمها منح. كنتش اعرف حاجه اسمها منح، يعني كان بالنسبه لي اللي هو المعلومه اصلا ما كانتش موجوده قبل كده. فبعدها بدانا ان انا اعمل سيرش بقى، اللي هو اعرف ان انا في ثالثه ثانوي، طب انا ممكن اقدم قبلها، طب بعدها. كان جاب لنا حد خد منحه قبل كده، فكنت بتناقش معاها. كل ده في ثانوي، انا ما اعرفش اي حاجه في الحياه غير المكتبه والبيت، وطبعا البيزنس بتاعي. ف... فكان دي البداية. يعني أنا فهمت يعني إيه منح، بدأت أقدم على المنح الدراسية دي. ما اتقبلتش ولا واحدة، ودخلت الجامعة عادي جدا وأنا شايفة إن أنا مش يعني كان فكرتي عن المنحة إن أنا كان نفسي لما سمعت عن الناس دي إزاي إن حياتهم اتغيرت، إزاي شافوا كوميونيتيز مختلفة، وإزاي خدوا جودة تعليم. أنا كان نفسي أخدها. أنا كان نفسي أكون زي الشخص اللي هناك ده، اللي بيدرس في جامعة كذا وبيقدر إن هو يتكلم إنجليش كويس، وبيقدر إن إحنا في الازهر انا ما كنتش بعرف اتكلم انجلش خالص، وده مم. يعني مدرسه ازهريه عادي عربي. اظن دي مش مشكله ازهر بس، هي اغلب المدارس الحكوميه بتطلع ناس كده. بالظبط. اللي هو كنت نفسي ابقى الشخص اللي بيعرف يتعامل، يعرف ومتعلم تعليم كويس. طبعا ده مش تقليل من تعليم الازهر او اي حاجه كجامعه، بس ستيل لما انت بيبقى عندك جامعه رانك، جامعه مثلا جامعه امريكيه اكاديميه، لو انت برضو كواليتي تعليم، واخدين مثلا لايسنس معينه، او واخدين افادات من مؤسسات عالميه، ده بيفرق معاكم في السيستم نفسه. فكان نفسي انا في الحته دي قوي. بداتي تبحثي ازاي؟ انت قلتي انت سمعتي عن كلمه منح وبدا ينور في دماغك حاجه، الله ده في حاجه انا ممكن اخد جوده تعليم عاليه من غير ما ادفع فلوس. امم. بداتي تبحثي ازاي؟ يعني عملتي ايه عشان تبحثي، عشان عملتي ايه عشان تعرفي عن المنح دي اكتر؟ اول حاجه طبعا البنت اللي كانت موجوده، انا فاكراها كان اسمها اسراء ربنا يبارك لها يعني، بس ملناش تواصل مع بعض خالص، بس انا فاكراها لان هي ساعتها ادتنا سيشن وقالت لنا هي قدمت ازاي، وهما بيحتاجوا ايه، بيحتاجوا عدد ساعات تطوعيه، بيحتاجوا مثلا مجموع عالي، قعدت تقول لنا ايه الحاجات اللي بتطلب، ازاي، ايه اصلا الاسئله المقاليه، لان انا ما كنتش عارفه يعني ايه اسئله مقاليه اصلا. فبعدها سالتها هو انت بتعملي سيرش على الحاجه دي ازاي، فحكت لنا. فانا بدخل على النت بكتب منح دراسيه في موقع كذا وموقع كذا وموقع كذا، تقدروا تدخلوا عليه. انا مسكت كتبتهم في ورقه، وبدات ان انا ايه الحاجات دي كل شويه ادور. طب ادخل في جروبات فيسبوك، الاقي مثلا في حاجات المنح الدراسيه، طب ما نجرب واشوف هنا، وادخل كل يوم اعمل سيرش. وعملت حركه كده في ثالثه ثانوي، ان انا عشان الفيسبوك كان بيشغلني بقى والبيزنس بتاعي والدنيا دي، فقفلت اكونت الفيسبوك بتاعي الشخصي، وبدات ان انا عملت اكونت بس خاص بالمنح. انا مم. بدخل ما فيش حاجه في التايم لاين الا منح دراسيه.
دي اول منحة قدمتي عليها كانت امتى؟ كلها كانت تالتة ثانوي. بعد تالتة ثانوي؟ لا، قبل امتحانات تالتة ثانوي، وين لان كان في منح كتير قبل الامتحانات، قبل ما تظهر النتيجة. اللي هي منح طلبة الثانوية؟ طلبة الثانوية العامة عشان ادخل جامعة في بره مصر او جوه مصر. فبدأتي تقدمي في الفترة دي. بالظبط. طيب انتي قلتي ان هي قالت لك في مواقع اكس واي زي مثلا تقدري تبحثي عليها. دلوقتي طبعا اكيد الوضع اتغير والمواقع مواقع كتير اتغير. قفلت اصلا. هل في حاجة نقدر ان احنا نلاقي عليها المنح دلوقتي، او جروبس او اي كوميونيتيز؟ هو في كوميونيتيز، عايزه اقول قولي عادي. تمام. اعلانات غير مدفوعة. في ممكن يقول لنا سبونسر بعد الحلقة ولا حاجة. انا موافقه. انا نفسي اتكسب الموضوع ده قوي، بس عايزه الناس من غير ما اتكسب حاجه. طيب خلينا نقول للناس بنعمل الخير وبعد كده نستنى النتيجة. انا بستنى دعاء. كان في اللي هو سكولرشيبس، اللي هو كان فيه ربي scholarships and بوكس opportunities. فري سكولرشيب اند opportunities، وفي فري كورسز بينزلوا برضو ساعات منح. وفي مواقع بقى مش مصرية زي سكولرشيب كورنرز، يوث opportunities، ده اسم الويب سايت. في والله في موقع كده هو اسمه مينا فنجاري اللي عامل البيج، بينزل بقى منح كتير قوي للمصريين. البيج بتاعته مش جايه على دماغي دلوقتي، بس هي عنده بيج وعنده بس الاكونت لو احنا بتاعه. بحثنا بمينا فنجاري هيطلع الاكونت بتاعه وان هو بيشارك المنح، صح كده؟ مينا فنجاري في برضه انا افتكرت دلوقتي عمرو رمضان هو اسمه حتى سفير سفير المنح المنح. على ايوه اليوتيوب ايوه، وعلى انا كده. بتكلم على الحاجات اللي انا يعني جربتي معاه بالفعل؟ جربت منها شخصيا. بس طبعا دكتور عمرو طبعا عشان صيدلي لازم نقول الدكتور عمرو. فدكتور عمرو من الناس الشاطره جدا في مجال المنح، ربنا يبارك له. هو بيدي فرص فعلا، وعنده امباور هاب ده بيساعد الناس برضو ياخدوا منح يعني. فدي channels كتير قوي في African opportunities برضو، او opportunities for African، ده برضو بينزل منح كتير. وبرضو معلومة، المنح مش دراسية فقط. يعني احنا لو هنعمل شجرة، مم. انت عندك شجرة منح، فاحنا هنا عندنا منح دراسية وعندنا منح تبادل ثقافي. منح الدراسية دي لو هنتكلم على في الثانوية منح دراسية، في الباتشلر ديجري او الجامعيه، وفي منح في الماسترز، وفي منح في البي اتش دي اللي هي الدكتوراه. كل دي تحت تحت المنح المنح الدراسيه، الدراسية. احنا لسه في الناحيه دي. مم. احنا كل ده في المنح الدراسيه. انا يعني هاخد تعليم لدرجه كامله، درجه جامعه، درجه ماجستير او درجه دكتوراه. حلو. تحت المنح الدراسيه في منح جزء، يعني اللي هو ترم، حاجه كده زي يو جريد. انت بتروح ترم امريكا مثلا وترجع، ترم يابان او صين وترجع. مش اسمها يو جريد طبعا، بس انت بتاخد ترم. بس دي تحت كاتيجوري المنح الدراسيه للناحيه دي. المنح دي بقى ليها انواع، اللي هي الدراسيه نفسها. في النوع بتاع المنح الدراسيه بيبقى يعني تحتها شقين: منح مموله بالكامل، يعني انت مش بتدفع اي حاجه، بتاخد بوكيت ماني مصروف، وبتاخد تأمين صحي، وبتاخد لو هتسافر بره مصر هيكون في الطيران على حسابهم، السكن على حسابهم، الكتب على حسابهم. ده فولي فاندد، انت بتتاخد جاست ان انت دورك ان انت تذاكر كويس وتعمل اللي عليك. في منح بقى partially funded او ممولة جزئيا، يعني انت بتشيل التذاكر لو هي بره مصر، بيبقى مثلا عليك مثلا 50% من الدراسة، 10%، 20%، على حسب المنحة مغطية قد ايه. ده كل ده في الجانب بتاع المنح الدراسية. الجانب التاني اللي هي منح التبادل الثقافي. منح التبادل الثقافي دي مش بتعتمد على دراسة معينة. أنا مثلا شخص شاطر في تعليم الأطفال، فبروح مكان معين أسبوعين 3 أسابيع بعمل تبادل ثقافي، شغالة مع الأطفال. شخص مهتم بريادة الأعمال، عندي شركة صغيرة أو أنا عايزة أبدأ شركة، فأبدأ إن أنا أروح في كامب معين في بلد معينة، أتعلم وأخد العلم اللي عندهم في الحاجة دي، بس مش دراسة، هي حاجة بتكون ليها علاقة شوية بالاهتمامات. حاجات مثلا البيئيه، انا مش عايزه اروح اخد ماسترز، او انا مش عايزه اقعد سنتين بره مصر، فانا عندي شهر، شهرين، لحد 3 شهور، 6 شهور. وانا بقول ده ليه؟ لان انا كنت في زمان فاكره ان المنح دي نوع واحد: انا يدرس ماجستير يدرس جامعه، يا كده انا مش هسافر، مم. او انا يعيش بعيد عن اهلي 4 سنين، يعيش بعيد عنهم سنتين. لا، في اوبشنز كتير في للمنح باع كبير. وكان نفسي حد يقسمها لي التقسيمه دي اللي هو في اظن كمان دراسه. في ممكن سفر لمؤتمر. المؤتمر ده بيبقى 3 ايام او اسبوع او كده، بيكون بالظبط. في منح لحاجة زي كده. دي حاجة أنا نسيت أقولها فعلا، بس هي سفر المؤتمرات ده حاجة ممتعة جدا ومميزة، وبتبني يعني نتورك وشبكة علاقات قوية جدا جدا. دلوقتي انا سمعت منك التقسيمة الجميلة دي.
عايز بقى نوع معين اشوف بقى، مثلا عايز اشوف مثلا المنح الممولة مثلا في الجزء بتاع ريادة الاعمال، او عايز اشوف مثلا اللي هي انت قلتي عليها التبادل الثقافي. اقدر ان انا الاقيها فين؟ جاست ان انا ادخل اجوجلت وابحث على جوجل وهتطلع لي؟ بالظبط، هتبحث على جوجل وهتطلع لك. بس الفكرة زي ما أنا قلت مثلا جروبات الفيسبوك زي زي برومودولوجي، هي اسمها تقريبا كده، برودولوجي. برودولوجي. ومثلا سفير المنح بينزل حاجات مختلفة عن المؤتمرات أو منح التبادل الثقافي أو المنح الدراسية، سواء بقى ممولة بالكامل أو ممولة جزئيا. اللي هو السكولرشيبس جروبس على الفيسبوك. أنا ليه بقول فيسبوك؟ لأن في الأغلب جروبات الفيسبوك هيتكلم مصري أو عربي، فبيبقوا بيشيروا الحاجة متعربة شوية، فبتبقى عارف المنحة وهكذا. أو الحاجات الإنجليش اللي أنا قلتها زي سكولرشيب كورنر، الحاجات دي كلها بتسلكت الدولة اللي أنت منها، بتسلكت نوع المنحة اللي عايز تاخدها، كمنح دراسية أو غير دراسية، وهي فولي فاندد ممولة بالكامل ولا مغطاة جزئيا. فده بتبدأ ان انت تسرش من انت محتاج ايه. فانت محتاج تسأل نفسك قبل ما انت رايح تروح للمنحة، انا عايز منح، انت عايز حاجة دراسية ولا مش دراسية. تبدأ إن- الانسان يحضر نفسه. ده اللي انا فهمته من ساعة ما كنت في ثانوي. انا سألت نفسي انا عايزة ادرس، حياتي الجاية تكون ماشية ازاي، فانا عايزة ادرس بكواليتي تعليم معينة. فانا كنت محتاجة ايه؟ شهادات تطوع في الوقت ده، وكنت محتاجة مجموع كويس. بس طبعا مع كل منح بيبقى ليه احتياجات تانية. فأنا دوري كشخص عايز ياخد منحة، عايز يحسن من كواليتي حياته، أو الحياة بتاعته تكون بشكل أحسن، أو يروح أماكن هو ما كانش هيعرف يروحها، محتاج إن هو يسرش كويس أوي، يفهم كويس أوي الحاجة دي، ويحضر نفسه ليها من قبلها. يعني ده الطبيعي يعني. اللي انت عملتيه دلوقتي ان انت حضرتي الايفنت بتاع اسراء، وبعد بدأتي تسأليها اشوف الحاجات دي فين، فبدأت تديكي مواقع زي اللي انت قلتيها دلوقتي كده. بالظبط. بدأتي بقى الخطوة اللي بعد كده، انت كنتي في الثانوية العامة هتخلصي الثانوية، عرفتي بقى من البحث بتاعك ان في منح في بتطلع كذا لحد منحة. هيدرس في البكالوريوس. بالظبط. بدأت بقى. وعايزاها مغطاة بالكامل، لأن أنا ما عنديش إمكانية مادية إن أنا أقدم في الجزئي. فأنا امم. عارف حددت الحاجة اللي أنا عايزة أقدم عليها. فده كان اهم خطوه يعني ان الانسان يعملها عامه. انا عارف انا عايز ايه، ومش هروح اقدم في مغطى جزئي، لان في ناس قادره تغطي جزئيا. مثلا لو هيسافر بره مصر، هو عايز بس حد يشيل معاه تكلفه 50%. حلو. فتبدا ان انت تشوف امكانياتك الماديه وامكانياتك الدراسيه، وتبدا ان انت تشوف هتقدم على انهي حاجه. لما بتيجي بقى تقرأي المنح، انت دلوقتي بس هتبدأي تبحثي عن المنح اللي هي فولي فاندد او ممولة بالكامل، دراسة البكالوريوس بره مصر. بتبدأي الخطوة التانية ان انت هتقرأي المنحة عشان تعرفي منها المتطلبات بتاعة المنحة. ازاي بتقرأيها بقى؟ دي رحله القراءه وتعلم قراءه المنح، دي رحله والانسان بيعلمها. كان في حاجه افتكرتها دلوقتي، يعني ملهاش علاقه بالمنح قوي، بس في الحياه عشان الانسان يكون ناجح في اي حاجه، لو بيعمل حاجه دي، مش هقولك تكون اشطر واحد فيها، بس تكون فاهم قوي فيها. يعني عشان يعني انا مثلا مش HR، بس انا لازم اكون بعرف اكتب CV كويس، عارفه انترفيوينج سكيلز او حاجه كده. انا مش كونسلر للمنح، بس انا عارفه اقرا المنحه بكل تفاصيلها. ممكن مش مجال تخصصي، بس لو كلمتني فيها اقول لك ان انا متخصصه فيه. فاهمني؟ انا عايز اضيف حاجة على اللي انت بتقوليه ده. بس انت كآلاء ما بقيتيش متخصصة الا لما قدمتي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وغلطتي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. بالظبط. انت المنحة اللي انت اتقبلتي فيها مثلا كانت رقم كام في يعني بعد مرات الرفض؟ اعتقد في منح ما تبعتش اصلا رفض، بيسموك يعني مع نفسك. بس اعتقد كان بعد سادس ميل ريجكشن مثلا. ريجكشن غير اللي انت اتقدمتي هو ما عليهم تردش عليا ما اصلا. تردش عليك، ممكن نقول ايه 10 20 30. اه، في حدود 30 40 يعني. 30 40 عشان يجي لي مثلا. مش اللي هو انا قدمت على منحة واثنين وثلاثة وبعد كده يأست. لا، وانا بقدم زي ما انت بتقولي كده، بحس ازاي اكتب CV، بسمع بودكاست زي ده، بسمع عن حد، بس وانا شغال. دي حقيقة. كمان كان في حاجة كده حد قالها لي شجعتني قوي. تقديم المنح او تقديم اي حاجة في الحياة اكسبيرينس. انت اول مرة بتكتب عن نفسك ما تبقاش عارف تكتب ايه. بعدين تاني مرة هتبص على الحاجة اللي انت كتبت عليها وما اتقبلتش، هتلاقي ان انت جالك افكار تاني، افكار تالت، افكار رابع. فانت بقى عندك اكسبيرينس. انا بقيت عاملة ملف للشهادات بتاعتي عشان اول منحة، بعدين تيجي تاني منحة الاقي فيه حاجة تانية. فانا خلاص بقى عندي المهارة بتاعت انا اكتب عن نفسي، اجمع حاجات ازاي عن نفسي وهكذا. فبيبقى احيانا انت بتقدم كده كده، انت بتقدم عمر ما حد يكون واثق ان هو هيقبل. ودايما هيجي يقول لك الشخص ان انا قدمت وانا مش عارف اتقبلت ازاي. امم. بس هو اتقبل بسعي قديم. وبعدين سبحان الله، انا دايما لما بقدم على الحاجات دي بقول ربنا بيطلب مننا السعي وليس نتيجة. يعني يقول اعملوا فسيرى الله عملكم.
عملكم بس، مفيش حته نتيجه عملكم، لا انا بسعى وشايفه ان انا بعمل اللي عليا، ربنا كاتب لي في الحاجه دي خير، انا سعيت، اللي هو رزق تسعى له ورزق يسعى اليك. ففي الحياه اللي هو حته الرزق دي بدخلها قوي في حته المنح والسعي والتقديمات على الشغل وهكذا. كل حاجه رزق بقى. بالظبط. انا هسعى وهعمل اللي عليا، فجزء من السعي ان انا اتعلم صح، ما اقولش انا بقدم وخلاص، او الناس اللي تقول لك انا ببعت سيفيهاتي لكل حته وما بتقبلش. طب هل انت احسنت وانت بتقدم؟ فده بيبقى دايما السؤال. فالسؤال بقى من ناحيه المنح ازاي بنحسن ده، اولا بشوف الديدلاين امتى او اخر ميعاد للتسليم، لان انا مش هبدا في حاجه خلصت. ودي حاجه الناس بتاخدش بالها منها، يعني هي سهله، يعني اجابه واضحه زي الشمس، بس من كتر ما هي سهله الناس ما بتاخدش بالها. صحيح. فاول حاجه ديدلاين. يعني انا بعمل فايل، انا حاليا بعمله اونلاين، يعني على جوجل شيت. او على جوجل، لا جوجل شيت، بحط فيها اللينكات والاسامي والديدلاينز، وبحط بقى قدام كل جوجل شيت، يعني ممكن اشير لك جوجل شيت دي، يعني هي دي مرجع بتاعي يعني. وببقى مبسوطه قوي ان انا حاطه مثلا 100 منحه، كلهم ما اتقبلتش فيهم الا واحده مثلا. وده حاجه انا بعملها لحد دلوقتي، لسه بقدم على بروجرامز ومنح وهكذا، لسه يعني حفله تخرجي كانت من كام شهر من منحه من السفاره الهولنديه. هنبقى جميل نحكي عن قوي. المنحه دي يعني. آم، فببدا ان انا اشوف الديدلاين بتاع الحاجه دي او اخر ميعاد ان انا اسلمها فيها. تاني حاجه ببص عليها الريكوايرمنتس او المتطلبات، هل المتطلبات دي عندي؟ في بقى فكره ذكيه تانية، المتطلبات دي انا قريبه منها ولا لا، اقدر اكمبنسيت ولا لا. مثلا طالب مثلا في حاجات ما فيش فيها فصول زي الفئه العمريه، مش هتكون حاجه مثلا من سن 25 ل 30، او يعني من سن مثلا من 15 ل 16 وانا سني 26، فانا هقدم عليها عشان عاجباني، فده مبدئيا لا. طب ممكن لو انا عندي 17؟ ما بتحصلش الا قليل، خلاص انت قربت تتم ال 17. بس انت بتبدا يعني حاجات في الفئه العمريه وكده، ده بيبقى صعب قوي. اظن في استخدام اصلا الادوات التقنيه في فلتره الناس المتقدمين، غالبا هما بيعملوا بيفلتروا الناس دي اوت، اصلا هما ما بيبصوش اصلا على الابلكيشن بتاعهم. بالظبط. فجزء مهم قوي ان انا اعرف انهي معركه هدخلها. انا مش هقعد اقدم 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 والحاجات دي كلها مش ليا ومش بتفيدني، او الريكوايرمنتس المتطلبات بتاعتها مش ماتشنج معايا. فانا بحاول اختار اكتر حاجه ماتشنج معايا. فانا بعد ما شفت الديدلاين امتى، دي اول حاجه بنزل فيها تحت كده، هم للاسف بيخلوا الديدلاين تحت خالص. فانا بنزل تحت اشوف التايم لاين ايه، هقدر اقدم في ده ولا ما اقدمش، حتى لو هزنق نفسي بعد اسبوع بعد 3 ايام. ودي بقى بيفيدنا الحاجات اللي احنا قدمنا عليها قبل كده ما اتقبلناش. لان امم. انا كنت الاول باخد في تحضير المنحه 3 شهور، دلوقتي ممكن اقعد 3 ايام. انا عندي حاجات قديمه وعندي الشهادات مجمعاها وعندي مش عارفه ايه، فببص كده انت محتاجه كذا كذا، انا معايا جوه في الدولاب. انما في اول مره بياخد وقت طويل قوي. فانا اول حاجه ببص عليها الديدلاين، بشوفه مناسب معايا ولا لا. بعد كده ببص على ريكوايرمنتس كعمر، كدراسه، كاحتياج، الحاجات دي بتماتش معايا ولا لا. او حاجه محدش هيقول لك الا من جوه المطبخ، هقدر اكستمايز وايفها ولا لا. بمعنى ان انا مثلا امم. في منحه مثلا شغاله في مجال الطاقه النظيفه، وانا دراستي كلها بيزنس واستثمار بيئي، ابدا ان انا اطلع عندي من الدولاب كورس معين وافخمه، ده انا نفسي اشتغل فيه كذا، لان انا عايزه اتعلم الحاجه دي، فلازم ابين ان انا عندي باك جراوند. فانا مش هكتب كل حاجه، بس اكون عندي حته حتى فيها اقدر ان انا احطها. فبفهم الريكويرمنتس كويس، وابدا اريليت او اجمع من خبرتي السابقه حتى لو بسيطه. يعني مثلا في المنحه بتاعت اللي انا الحمد لله اتقبلت فيها دي، كانوا بيتكلموا ايه خبرتك التطوعيه، طب انت عايز تقدم في هندسه ليه مش عارفه ايه. قلت لهم انا كده كده كنت متطوعه وشغاله في انا بعمل ديكورات للاماكن اللي احنا بنروحها، فانا بالنسبه لي حابه ان انا اقدم في ده. فهي اكسبيرينس بسيطه قوي على حسب المستوى اللي انت فيه، وانا هقارنك فيها ان شاء الله لما دخلت منحه الهولندا ازاي ان انا ريليتد شغلي بيها. فده زمان حاجه بسيطه خالص، اللي هو انا اتطوعت في ده واشتغلت في ده، ومثلا قالوا لي مثلا عن التشالنجز اللي في حياتك ان احنا اهلنا ناس محافظه مثلا شويه، فكره ان انا اتطوع واخرج بره النمط، ان انا بنزل وبساعد الناس وهكذا، فده كان تشالنج. يعني دلوقتي لو اتكلمنا على ده، او لو حد جه يكتب سؤال مقالي يقول لك يعني ازاي ده تشالنج، لا انت بتفكر في الفئه العمريه وتفكر ازاي امم. انت هتأيف ده عليه. وده اتقال لي من ناس قبل كده، ربنا يبارك لهم وساعدوني، فانا عشان كده بحب اساعد الناس قوي. فاحنا قلنا اول حاجه ديدلاين، تاني حاجه المتطلبات. ال الريكويرمنتس. الريكويرمنتس، تالت حاجه الاوراق.
الاوراق اللي هو مثلا ريكومنديشن ليتر او خطاب توصيه، والخطاب الشخصي، وتشوف بقى انت هتعرف تجمع ايه منين. الحاجات دي كلها عندك بتبدا ان انت تحطها ترصها. انا عن نفسي برصها تحت بعضها وبشوف هم محتاجين ده، فببدا اشوف ايه عندي زي ما قلت لك من الاكسبيرينس واحطها. عندي كام سؤال مقالي، عندي كام حاجه كنت بعمل لسته، يعني مثلا 1 CD، 2 ريكومنديشن ليتر، 3 مش عارفه ايه. واهم حاجه تتواصل مع لو حد هيعمل لك حاجه بره. فانا مثلا شفت المنحه قدامها 5 ايام او اسبوعين، اول حاجه بتيجي عليها ازاي هروح اكلم الدكتور بتاع الجامعه بتاعي عشان يعمل لي ده. في المدرسه ازاي اكلم مستر محمد مصطفى عشان هو اكيد مشغول. فالناس امم. للاسف بتقع في المشكله دي، يقول لك لا انا عندي خطاب هو توصل. النيه اهم حاجه، انا مش عارفه اكتب فيه ايه، ويفضل ياجل ياجل ياجل. وبعدين يجي في النص يقول لك ايه، هو انا هبعت للراجل، يعني بعت مثلا بتاع خطاب التوصيه وهو مش فاضي عنده حاله وفاه. خطاب النية ده اللي هو البيرسونال ستيتمنت. بيرسونال ستيتمنت اللي انا بكتب احنا في انا ليه. عندنا تو دوكيومنتس او ملفين او وثيقتين بنكتبهم واحنا بنقدم على المنح. بالظبط. بيرسونال ستيتمنت ده انا بقول لهم ليه تقبلوني وقصتي وكده، يعني بقنعهم بيا يعني. بالظبط. والخطاب التاني ان هو الريكومنديشن ليتر، الاء مثلا تعرفني فالاء بتقول لهم ده عماد شاطر وخدوه معاكم. بالظبط. حلو قوي. كتجربة شخصية لازم تبدأ بالحاجة اللي بره. يعني فكر ان اللي قدامك ده عنده وقت وعنده حياة يعني انا حصلت معايا قبل كده، قلت لحد يعمل لي ريكومنديشن ليتر وفي وقت قليل، زنقته في اسبوع مش كتير، يعني مش زنقة. جات له حالة وفاة ما ردش، خلاص يعني سلام عليكم. طب في حاجة أنا بعملها في الحلقة دي أو مش عارف هي صح ولا لأ، بعض الناس بيعملوها، إن هو ممكن أنا أكتب ريكومنديشن ليتر وابعته له، هو يبعته انا ويكونفيرم ان كتبته هو وعمل تمام. كل حاجة، هو ما عندوش وقت يبعت. امم. هو اصلا عشان نكون يعني ننزل على ارض الواقع كده، احنا اللي بنكتب ريكومنديشن ليترز، بس هو لازم يقراها عشان هو وقته. يعني هو مش هيقعد يفكر انا عملت ايه، لا انت بتحاول تفكر الكونتكست. وده بيبقى ليها برضو ترتيب بتذاكره. يعني مثلا انت كنت، هو كان معاك في ايه، يعني مثلا صاحب نشاط انت كنت فيه، رئيسك في مكان في النشاط، ولا مدرس. انا كنت ساعتها خدت مدرسة في المدرسة عندي خطاب توصية. فبتبدأ ان انت تحط كلام منطقي، يعني مش هتجيب كوبي بيست. يعني مثلا مش هقول في المدرسة ان انا قد ايه كنت شخص قيادي، لا ممكن اقول قد ايه ان انا شخص كنت ريسبونسيف او برد في المدرسة، قد ايه كنت بشارك، قد ايه ان انا شخص مسؤول مثلا. فابدأ ان انا اقول الحاجات المنطقية، مش هقعد احبب في نفسي، بس هقول الحاجات المنطقية للمدرسة هتريكومند مي. حط نفسك مكانها يعني. بالظبط. وبكتب ولازم ابعت ذوقيا طبعا، لازم ابعت قبلها. دي طبعا بيبقى ليها ستيبس، يعني دي برضو خبرة تانية خالص، ان انت ازاي نقول ريتش اوت ولا تتواصل مع الشخص اللي هيديك ريكومنديشن. فاللي هو ابدا ان انا ذوقيا كده اقول له لو سمحت انا عندي فرصه وانت هتساعدني في الفرصه دي. فانا طبعا لازم الاول نعرض ان هو يكتبها. ولو ما عندكش وقت انا ما عنديش مشكله ان اكتبها، بس حضرتك لازم تراجعها لان الكلام ده هيكون على مسؤوليه حضرتك. وفي الاغلب بيقول لك طبعا اكتبها لي لان هم ما عندهمش وقت. ايا كان مدرسه بقى وات ايفر، دايما عمر ما حد كتب لي الريكومنديشن ده لشخص واحد في وسط الليله دي كلها. ان هم في الاغلب بيبقى عندهم نوتس. ساعات في ناس بترجع تقول لي لا انا عايز اراجع الحاجه دي، عايزه اغيرها، ويبعتوا لي ريكورد وتكتبهم، لان ده بيبقى فيه اديتس كتير، لان الناس دي مش هتكتب لك بايديهم ايا كان. وفي مرة حد طلبها مني وورد، يعني انا بعتها له PDF عشان يكونفيرم ويقرا وكده، قال لي بعتها لي وورد انا هعدل عليها انا وهبعتها. بالظبط. بالذوقيات برضو ان انت تبقى اول حاجه تبعت رساله كامله، ما تقولش السلام عليكم وتستنى الشخص اللي هيرد ولا لا. دي حاجه سيئه جدا، عمر ما حد هيرد عليك لو قلت السلام عليكم وتقفل. لا لازم لو حد عايز ريكومنديشن منه، السلام عليكم انا فلان الفلاني، لو هو مش فاكرك مثلا. يعني عندي دكاتره الجامعه بقى دايما عندي تخوف ان هم مش فاكريني، امم. رغم انهم فاكريني. كنت بقى عامله قلق في الجامعه بس يعني ولا انا قلقت مني، كنت مع حضرتك في مثلا في ماده كذا كذا، انا حاليا بقدم على منحه وتقول اسم المنحه ودي الديدلاين بتاعها كذا، فبستأذن حضرتك ان انا محتاجه خطاب التوصيه لان ده هيفرق معايا. ولازم تقول بيفرق معاك في ايه، يعني مش لازم تكتب له خطاب التوصيه لنفسك او خطاب النيه انا عايز ليه منك خطاب توصيه، بس هتكون قايل له ان هو هتفرق معايا، فهحتاج من حضرتك انت تكتب خطاب التوصيه. او لو حضرتك حابب ان انا اكتبه لك، وفي الاحسن الافضل يعني انت تكون محضر درافت قبل ما تبعت له او محضر مسوده قبل ما تبعت له المسج دي. جميل. يعني انا دلوقتي شفت المنحه، لقيت ان انا محتاجه 3 خطاب توصيه. اول حاجه هعملها ان انا هبدا ان انا اكتب مسودات لكل شخص انا هبعت له. بدا ابعت له رساله من الذوقيات يقول لي ابعتي لي درافت، فاقوم بعتله له درافت او المسوده دي. لو قال لي لا ما تبعتليش هقول له طب انا كنت كاتبه حاجه ممكن حضرتك حابب تشوفها تساعدك. لو قال لي لا لا
يعني خلاص انا هشوف هديله هكون مجهزه نفسي ان هو قال لي هبعتها له ساعتها، قال لي لا فخلاص هي معايا. حلو أوي. فدي من دي احنا بنسميها ايه يا ربي، اللي هو البيزنس اتيكيت، ان انت يبقى عندك اتيكيت في طلب الحاجه. انما لو قلت له سلام عليكم او رد عليا فاقول له طب هبعتها لك، ابعتها له بعد اسبوع، هو هيقول طب هو مش مهتم، طب مش هرد عليه، ده مس كوميونيكيشنز للصبح. فده مهم قوي. تاني حاجة ان مهم اصلا انت كشخص تكون عندك علاقتك مع ناس كويسة. ما هو محدش هيعمل لك ريكومنديشن وانت شتمت ده واتخانقت مع ده وعملت مشاكل مع ده. فاحنا من الاول لازم نكون اصلا اخلاقنا كويسة عشان تعمل ريكومنديشن ليتر يعني، فنحسن من اتيتيودنا عامة. هو ممكن يعمل لك مش ريكومنديشن ليتر بقى، اللي هو ضد ريكومنديشن ليتر. دي ريكومنديشن. ما تقبلهوش بقى. مش عايزينه ده. خطاب عدم توصية. ايوه. هو اصلا كمان في بخصوص النقطه دي، انا حتى لما بيجي اقرا الريكويرمنتس انا ممكن في منحه الاقي في ريكويرمنتس هي مش عندي، يعني مثلا مطلوب مثلا 2 خبره. مم. فانا الحل عشان اقدر ان انا اقدم على المنحه دي ان انا اخد خبره، يعني انزل في مكان بالظبط. اتطوع، اشوف بقى اي مكان انزل فيه انترنشيب. فبالتالي ان انا لو انا عايز ان أنا اخد منح، فالمنح دي يا اما معموله للليدرز او للقاده او الشباب اللي هم مؤثرين في المجتمع او حد متفوق اكاديميا. بالظبط. فانا عايز اخد منح الخطوه الاولى اصلا، يا اما ان انا اكون، او خليني اسالك السؤال ده بقى، عشان مم. اخد منح اصلا ايه المتطلبات اللي المفروض تبقى عندي؟ هو اولا على حسب المنحة اللي انت بتتارجتها. امم. ده لازم انت زي ما قلت لك انت لازم تكون عارف عايز تروح فين عشان تبدأ تجهز نفسك. انا مثلا عرفت من تانية ثانوي او من اولى ثانوي على المنح، فبدأت اجهز نفسي من الاول. اي حاجة بدخلها باخد الشهادة بتاعتها، اي حاجة بعملها ببدأ ان انا اعمل علاقات كويسة. طب انا ممكن احتاجك في ريكومنديشن بعدين، موافق؟ طب هات رقمك يفضل معايا في المخزون بتاعي في الدولاب، يعني انا بسميه الدولاب بتاعي. امم. انا معايا رقم ناس معرفاهم علاقتي معاهم كويسة وعارفة ده من زمان. فعلى حسب فعلا الحاجة اللي انت رايحها. وفعلا هو فكرة هدف بالظبط لما بنكبر زي الكارير. يعني مثلا انا دلوقتي جونيور ليفل او اللي هو المستوى الاول في الشغل، فانا عشان عايزه اوصل ابقى سينيور لازم اخد كورس 1 2 3. هل انا هاخده دلوقتي؟ لا، ده بعد سنتين هبقى سينيور. بس عشان اوصل هناك انا محتاجه ان انا اذاكر 1 2 3. هو ده نفس الفكره في المنح. هي اي تقدم في الحياه سبحان الله هي نفس الستبس. لازم انا افهم انا رايح فين، اشوف المتطلبات، اوفرها فيا وبعدين هروح. بس فهي دي نفس الفكره. لو انا شخص عايز ده اتابع، انا عن نفسي كنت عامله اللي هي التابس اللي بتفتح فجاه كل يوم، اللي هو على جوجل كده في اون ستارت، ان انا بخلي يعني اول ما ادوس على جوجل يظهر لي كل لينكات المنح، اللي هو مثلا سكولارشيب كورنر، مرجع لما كان في مرجع، حاجات كتير قوي عن عن المنح والسكولارشيب. اول ما بفتح بسم الله الرحمن الرحيم فعيني بتروح عليها. ايه الريكوايرمنتس؟ بحط لستة انا ناقص لي ده وده وده وده، خلاص هشتغل على 1 2 3 عشان لما الحاجه دي تنزل السنه الجايه اكون انا قدها. فهي هو عناء. حلو. طيب احنا هنرجع شويه، انا اخدتك في سؤال تاني، بس احنا كنا بنتكلم على فكره او انا بقرا المنح ازاي. فقلتي اول حاجه بشوف الديدلاين، تاني حاجه بشوف الريكويرمنتس اللي هي مفيش فيها فصال زي السن وهكذا. منها برضو مثلا امتحان يعني الايلتس او التويفل او بالظبط. غيرها من الامتحانات اللي انا محتاج ان انا امتحنها. ودي قلتي لي ريكويرمنتس اللي هي محتاجه منك تجهيز، فانت الحل الطبيعي ان انت بتعمل ايه؟ بتجهز المنحه لها. مش مناسبه ليا السنه دي فبجهز لها عشان اقدر ان انا اقدم اقدم. فيها السنه الجايه. بالظبط. في حاجة تانية في اللي هي requirements محتاج اخد بالي لو في منها؟ حاجه زي ما قلت لك حاجه محتاجاها من بره، امم. بتبدا ان انت تبدا حطها بيها الاول ليها كاولويه، أولوية. وبعدين تشتغل على الحاجات اللي هتاخد منك وقت. اللي هي زي مثلا اللي هو الحاجات الاسئله المقاليه. لو في مثلا ورق معين محتاج تنزل بقى من بدري لان انت مش ضامن الظروف. الجامعة بقى والأوراق بتاعة الحكومية، الجامعه بيان والاوراق. درجات، شهادة بكالوريوس، الجواز السفر متجدد مش متجدد، الكلام بالظبط. ده. يعني عايزه اقول لك ان انا كنت عامله باسبوري من 2017، اول سفريه ليا بره مصر كانت 2021. بس امم. انا جايبه الباسبور جنبي في الدولاب وحطاه اي فرصه انا جايه، عشان ما احسش ان انا والبطاقه اجددها مش عارفه ايه، عندي كل ورقي جاهز اي فرصه تيجي. لان في حد قال لي جمله فعلا فرقت معايا الى الان، قال لي الفرص بتيجي للناس الجاهزه مش صحيح. الناس اللي مستنياها. يعني هو حتى كان دكتور في الجامعه الامريكيه كان بيدينا نتوركينج سكيلز، قال لي اللي خلاني اشتغل في الجامعه الامريكيه انا كنت مجهز سي في وبلف بقى في كل حته ان انا اروح ايفنتات ومش عارفه ايه واتواصل مع الناس. فجاه كده حد كلمني وانا في الايفنت سي في جاهز كنت انا بعته لحد تاني واشتغلت في الجامعه الامريكيه. بس عشان انا كنت جاهز، انا جاهز للفرصه. يعني زي ما بيقول لك الحظ لا ياتي الا للباحثين عنه. مفيش حاجه اسمها حظ، في حاجه قدر ربنا وانت بتسعى بقالك كتير قوي. ودي برضو قصتي مع وزاره البيئه.
بس هحكيها لك هتيجي بقى لما نوصل وزارة هحكيها البيئة. لك انا هناك. دلوقتي هي لسه في كانت تانية ثانوي. بالظبط. فهي نفس المبدأ سبحان الله يعني. فانت بتكون مجهز، انت من كتر ما انت المفروض بتقرأ المنح، انت تكون عارف الورق الجنرال اللي هيكون موجود، زي بطاقتك تكون سارية، لو عايز بره مصر يكون باسبورك، علاقتك مع الناس ويفتكروك. يعني انا دايما كنت بعمل يعني حاجة في النتوركينج سكيلز، كنت زمان فاكرة ان انا سوسة، بس اكتشفت ان هو لا، ده حاجة صح، ان انا دايما اكيب اب مع الناس، اسأل عليهم. كل سنة وانت طيب في العيد والحاجات كل سنه دي. وانت طيب في العيد. كنت بستخدم السوشيال ميديا بتاعتي كفيسبوك وكده، اتكلم عن حاجات وبتاع، فالناس بتفتكرني انتراكت، طب انت عاملين ايه، مش عارفه ايه الحاجات دي، انا عايش انت فاكرني. فانت لما تروح تطلب منه حاجه، انا شايفك، انا عارفك، صحيح. او وشك مألوف على الاقل. فده بيفرق قوي مع المجتمع يعني. فاحنا لو هنرجع للريكويرمنتس، محتاجه سعي، قراءه كل يوم يا سيدي، كل يوم في الاسبوع افتح الويب سايتس دي وشوف ايه الاحتياجات وشوف متوفره فيك ولا لا. مش هقول لك كل يوم افتح نص ساعه وادرس وبتاع، لا. وكمان اعمل كالندر لنفسك، زي ما بنعمل كالندر لاعياد ميلادنا وعيد ميلاد اصحابنا، نعمل كالندر للمنح اللي انا بتارجتها. انا دلوقتي المنح مثلا بتاعتي، انا عارفه ان هي البيك بتاعتها او الوقت بتاعها شهر 9 وشهر 11 مثلا. فانا من دي ساعتها، معلومة ولا انت بتقولي مثال؟ انا دلوقتي كماجستير اه تبقى البيك اوكي. بتاعتها شهر 9 من شهر 9 لشهر 11. تمام. بتنزل بقى منحة الحكومة السويسرية السويدية سوري السويد، منحة رومانيا، منحة تشيفنينج فول برايت، كل الحاجات دي بتنزل في هذا الوقت. فانا عارفه ان انا مش هحط لنفسي حاجه، انا عندي الكالندر بتاعتي حاطه ده. فانا عامله حسابي لو همتحن ايلتس ابدا اجهز نفسي مثلا في شهر 7، ما اجيش بقى اتفاجئ اللي هو ايه ده في ايلتس في الموضوع، طب انا ما لحقتش، انتوا ازاي لا، انا لازم اكون مجهز نفسي، حاطط الكالندر بتاعتي، عارفه الحاجات دي بتنزل امتى. لو ما لحقتهاش السنه اللي فاتت، فالسنه الجايه موجوده. يعني ممكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ممكن تتحط في الكونتكست دي، انا ما لحقتش ده السنه دي، طب ما ليه ما جهزش نفسي للسنه الجايه واكون متحضره ليها. فلازم التحضير ده، يعني عارف اللي هو ايه، if you fail to plan you plan to fail. فكده كده مم. في خطه، الخطه انك تفشل او الخطه انك تنجح، يعني وات ايفر هتمشي الدنيا ازاي. فهي بجد التحضير ليها بياخد وقت، وده اللي انا عملته في ثانويه، نفس الحكايه. ان انا عرفت يعني ايه منح، سرشت، عرفت الريكويرمنتس، بدات اجهز نفسي، جت المنحه سبحان الله. والمنحه اللي انا اتقبلت فيها مش المنحه اللي انا سعيد فيها خالص، عايزين بقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده بقى على المنحة اللي انت اتقابلتي فيها. ما سعيدش ليها خالص. يعني انا قدمت على المنح، دايما كانت منح بره مصر. فجت واحده صاحبتي كده، يعني احنا الحمد لله انا وصديقاتي ربنا يبارك فيهم كلنا بنحب الخير لبعض. فانا عرفت يعني ايه منح، رحت لاصحابي بقى قلت لهم في حاجه اسمها منح دراسيه، اصحابي اللي هم ما حضروش معايا التطوع. فكنا شله بنات كده، 5 بنات. بدأنا ان احنا نشير مع بعض، عارفوا يعني ايه منح، بدأوا يسرشوا. فواحده صاحبتنا قالت لنا ايه ده، في منحه في مصر. قلت لها يعني هقدم على حاجه في مصر، انا عايزه اسافر بره مصر. فقالت لي لا طب حاولي ومش عارفه ايه، حاولت تتحايل عليا شويه. بعدين جمعنا بعض على الترابيزه في الصاله، انا فاكره المنظر، 5 بنات بيقدموا على نفس المنحه مش فاهمين اي حاجه. ووالدتي ربنا يبارك لها خدت الورق بتاعنا، هي اللي وصلته البوسطه لينا احنا ال5. هو انتوا كنتوا زمان بتقدموا على المنح عن طريق انكم بتبعتوا الورق البوسطة، البوسطه مش اونلاين زي دلوقتي؟ مش اونلاين زي دلوقتي. قدمتوا ازاي بقى وانتوا قاعدين انتوا الخمسة كده؟ انت بتقولي لسه انتوا بتجربوا. طبعا من previous experience من ناس قبل كده، اللي هو الناس اللي انا كلمتهم، طب انا بكتب ايه في الاسئله المقاليه. دورت على الناس اللي انا اعرفهم خدوا المنحه دي قبل كده، ودي برضو تب مهمه قوي، ان انا لو حد خد المنحه دي اقدر اوصل له. والفيسبوك سهل ده، او انستجرام او تفر، يا جماعه حد خد المنحه الفلانيه، فابدا ان انا افهم دي اكتبها ازاي اصيغها. دي ما فيهاش حاجه ان انا مش عارفه كل حاجه، ممكن هما، انا يعني من الحاجات اللي ساعدتني قلت لها انا مش عارفه اكتب في ده ايه، انا عارفه انا شاطره، بس انا اكتب فيها ايه. لا انت قسمي كذا كذا واعرضي نفسك بطريقه كذا، لان هم بيحبوا يشوفوا الشخص القيادي، فركزي على المهارات القياديه. بيحبوا الشخص اللي عمل كذا، فركزي على ده. فبيبقى عندي الحاجه، بس انا محتاجه اكتبها بالصيغه الصح. فسالت ناس دخلوا قبل كده المنحه، وبدانا نشير الاكسبيرينس دي سوا انا واصحابي البنات، وقعدنا كده 3 ايام ورا بعض قبل امتحاناتنا. هي الترابيزه اللي في الصاله دي، كل واحده فينا طبعنا الورق طبعا، وبدأنا ان احنا نكتب كل حد بقى اسمنا وسننا وليه مقدمين على المنحة وكل يعني كانوا تقريبا 70 ورقة، يعني فاكرة كان بوكلت مم. كده. ونكتب غلط نقول لماما انزلي معلش اطبعي لنا يا ماما عشان مفيش وقت. حاجات كده. سبحان الله احنا قدمنا اخر يوم في المنحة، وانا كنت مقدمة نوع من انواع، بقدم مع اصحابي. مع اصحابي مش مشكلة يعني، ما كنتش حباها اصلا. انا بالنسبة لي انا مش عايزة اعيش في مصر، يعني انا عايزة اسافر والف العالم وابقى ترافلر وبتاع. فسبحان الله جالنا قبول انا وصاحبتي المقربه، من ال5 2 الحمد لله من ال5 اتقبلنا.
فكانت الخبره بقى كلها نفس اللي انا طبقت وسيرش ومش عارفه ايه. وسبحان الله دي برضو يمكن حاجه لسه منوره عندي دلوقتي، فكره ان انا ما كتمتش ده ورحت لاصحابي قلت لهم يا جماعه في منح، فحد دور تاني غيري خالص هو اللي قال لي على المنحه. سبحان الله زميلتنا دي ما جاتلهاش المنحه، جات لنا احنا، يعني مش احنا الاثنين اللي خدنا المنحه، يعني واحده منهم. ف... فسبحان الله فعلا هو قدر، يعني لولا ان الواحد شاير المعلومه دي ما كنتش اتقبلت. صحيح. فدي قصه اول منحه. قدمت في اخر يوم وكان في مشكله في الورق عندي، فاتصلوا بيا قالوا لي الشهاده بعد ما طلعت، عشان ده كان قبل الامتحانات. وبعدين الحمد لله كملت في البروسيس كلها يعني. بس وانتي بتقدمي، انتي في المسار بتاعك انك بتذاكري الامتحانات، بتذاكري عادي، بتجتهدي ونتيجة كنت طلعت؟ مزنوقه جدا، ده كان قبل الامتحانات بالظبط. مم. وبجتهد وكاني داخله عادي يعني الجامعه وعايزه ادخل هندسه ازهر، مش فارقه معايا. وما جاتش هندسة، دخلتي علوم. اللي يجي قدامي. النتيجة المنحة ظهرت امتى بقى؟ بعد الميد ترم بتاع علوم، قعدت بعد نص الميد ترم، ترم يعني كامل. بعد نص ترم. لما النتيجة جت بقى فكرتي ازاي؟ اول حاجة اصلا تفاصيل المنحة الاول، يعني المنحة دي انتي قلتي لي ليها تفصيلة غريبة شوية كده. دي حقيقة أنا ما كنتش فاهمة التفصيل قوي. أنا كان بالنسبة لي منحة بقدم عليها، يعني ده بدماغ شخص بسيط في تالتة ثانوي. هي المنحة بس احتمال أدخل الجامعة الأمريكية أو الأكاديمية البحرية أو جامعة بريطانية. تعليم كويس لطيف بتاع، هيبقى في حاجة اسمها سنة تحضيرية مش فاهمة تفاصيلها، مش مشكلة. فيها هندسة، طب يلا بينا يلا نقدم. اللي يعني هو المنحة كانت بتدعم ان انتي تدرسي هندسة في جامعة من التلاتة؟ في تخصص، هي منحة فيها تخصصات كتير بس فيها تخصص هندسة. فانا كنت عايزه ادخل منحه على تخصص هندسه، وكاتبه احنا قلنا اسمه ايه يا ربي؟ البيرسونال ستيتمنت. ايوه البيرسونال ستيت. لا عربي ولا انجلش. خطاب النية. ايوه. هو انا آه، بحب برضو الكلمات الانجليزي، اللي هي انت كده كده هتشوفها انجليزي، لازم تعرفها انجليزي. الناس دلوقتي لو اخدوا مننا الكلام ودخلوا كتبوا على جوجل خطاب النية، مش هيلاقوا نصايح كتير مفيدة. دي هو حقيقه. يبقى عارف اسمه خطاب النية، ولكن في الاساس لازم يبقى عارف ان هو اسمه بيرسونال ستيتمنت. بالظبط، لان ده المصطلح المتداول. صحيح. فانت كتبتي في البيرسونال ستيتمنت ان انت شاطره في الديكور وبتحب الديكور، فانت عايزه تدخلي هندسه. بالظبط. جالك القبول، والمنحه دي كان فيها سنه تحضيريه. بالظبط. السنه التحضيريه دي بقى فين اصلا؟ السنة التحضيرية دي قصة بقى كبيرة، لأنه السنة دي احنا كنا داخلين، ودي من أحسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي، يعني لأن في ناس كتير قوي لما عرفوا إن أنا من الناس اللي حوالينا، يعني عرفوا إن أنا هتأخر سنة كمان. هتتأخري سنة ومن عمرك وإيه لازمتها، هتسيبي علوم. بابا فضل محتفظ ببلطو علوم وحاجات علوم عشان أنا دكتورة، ومتمني إن أنا أسيب المنحة. اللي هو أنت حد يسيب علوم ويروح منحة ويتأخر سنة كمان، وأنا كمان كنت متأخرة سنة في الدراسة، فأنت هتتأخري عن صحابك سنتين. فكان عندي تشالنج، وطبعا وقتها ده تشالنج، يعني في هذه الفئة العمرية أنا كده بتأخر. بس السنة التحضيرية دي ببساطة كانت سنة علمتني كتير قوي عن نفسي. تدرسوا فين السنه التحضيريه الجامعة دي؟ الأمريكية. السنه هي كان التحضيريه دي في تعاقد. الجامعه الامريكيه؟ بالظبط، هي المنحة أصلا من USAID أو التعاون الأمريكي. بس هي للأسف دلوقتي وقفت بسبب قرارات ترامب، يعني إن احنا نقات داون المعونات كلها. مم. بس كانت من المعونة الأمريكية. السنة دي كانت في الجامعة الأمريكية معمولة مخصوص لطلاب المنحة بتاعتنا. ليه بقى؟ لأن احنا درسنا 720 تقريبا ساعة تدريبية كاملة. كانت زي ما قلت لك كان بارت من المنحة ان احنا نكون مستقلين. فرغم ان انا في القاهرة وساكنة مع اهلي هنا في القاهرة، بس كنت قاعدة في السكن هناك بتاع الجامعة الأمريكية. كان انجلش. اول حاجه بدأنا فيها انجلش عشان نقدر يعني نكوبريت مع الجامعات الخاصه اللي احنا داخلينها. كان في مهارات سوفت سكيلز، او اللي هي المهارات الناعمه، اللي هي برزنتيشن مش عارفه ايه الحاجات دي اتعلمنا. الكوميونيكيشن اللي منها انت اتعلمتي كوميونيكيشن. ازاي تبعتي للناس ما تقولهمش سلام عليكم. اه دي من الحاجات اللي اتعلمناها فعلا. كانوا بيعلمونا حاجات انا شايفاها بيزك او المفروض الناس تكون عارفاها، بس لا اكتشفت ان هي دراسه. اتعلمنا نوت تيكينج، ازاي ناخد نوتس. اتعلمنا بروبلم سولفينج او مهارات حل المشكلات. اتعلمنا كريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، كان كورس حلو. كورس التفكير النقدي، كورس المهارات الناعمه، كان كورس كامل وبنمتحن عليه، غير الانجليش يعني طبعا. وكنا بنعمل مشاريع تخرج. فخلاصة السنة دي ومنها كان ايموشنال بقى انتليجنس او الذكاء العاطفي. هاو تو سي نو، اللي هو الحاجات اللي هي كلها الحاجات تقريبا دي. سوفت سكيلز، ما كانش فيها حاجه كلها سوفت تكنيكال خالص. الا الانجليش. كانت انجلش، الحاجة الوحيدة الانجليش هي انا بعتبره الانجليش. دلوقتي مهاره. هو السوفت سكيلز بيقولوا الفرق بين السوفت سكيلز والهارد سكيلز. السوفت سكيلز المهارات اللي انت ممكن تستخدمها في كل المجالات. انا بقول الانجليش هو ابو المهارات السوفت سكيلز، فانت محتاجه عشان اي مجال هتدخله. دي حقيقة. عشان تتعلم المجال فانت محتاج انجليش بس.
فهي كانت سنة تحضيرية بتأهلكم بالحاجات اللي انتوا هتحتاجوها بعد كده. بالظبط. السنة التحضيرية دي نجاح وسقوط، يعني ممكن حد ما يكملش، اه فبالتالي كان في عندك ريسك ان انت ممكن ما تكمليش. دي حقيقة. وكان لازم اسحب ملفي من الجامعة، بس بعد السنة دي فانا ما سحبتش ملفي من علوم، وجات لي ساقط قد كده في السنة دي عشان كنت سحبت ملفي لسه، لان كان عندي ريسك، لان انا كنت بذاكر كتير قوي، ولازم اجيب مجموع معين ولازم اثبت نفسي، ومنها كانت حاجات كلها جديدة عليا، وبجانب صدمة ان انا عايشة مع ناس غير اهلي، وانا مم. ده كانت اول مره. كانت تجربه كمان حلوه قوي، لان هما كانوا اول مره اسمع مصطلح الشموليه والانكلوجن، فكنت قاعده مع بنوته يعني فاقده البصر، فكان بالنسبه لي تجربه مرعبه، ناس جديده وشخص جديد عليا، وهي كمان ما كانتش حباني، بتقول لي هم مقعديني مع ناس مبصره ليه؟ يعني كان بالنسبه لي مصطلح عالم ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه. فكان سنه، وكنت في الشقه مع بنات مختلفات عني تماما، خناقات بقى كتير على الطبخ والحمام والمطبخ ومش عارفة ايه. اللي هو اروح لماما، يا ماما انا محتاجاكي ومش عارفه ايه وكده. فكان بجانب التحديات التعليميه ان هو محتوى جديد عليا تماما، كان في تحديات شخصيه، واعتقد ده كان اصلا جزء من النضوج، ان انا اتعلم عن ناس جديده، اتوائم مع بيئات جديده، اتعلم حاجات انا مش متعوده عليها. كانت 6 ساعات دراسه، كنت بصحى من 6 الصبح، اروح السكن على مثلا 7 بالليل، وبعدين عندي حاجات اذاكرها ده كده وراجعها 12 وحاجات ساعة كده. دراسة مش 6 ساعات. بس هما كانوا حاسبينها 6 ساعات لان احنا كنا بنروح من التجمع للفلكي، امم. فكل يوم الصبح من التجمع الفلكي، وبنجري ورا الباص بالثانيه والدقيقه، تعليم انضباط جيش. فانت يعني انت رايح منحة بقى عشان تتعذب. انا وصلت لدرجة ان انا كلمت حد من المشرفين، قلت لهم هو انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ ما كنتش فاهمة ان ده جزء من الرحلة، ان انا اتعلم الانضباط، لا الباص يبقى قدامي بيتحرك، اللي هو طب وقفولي، مفيش. فكانت سنة آم، غيرتني كتير قوي. كنت المفروض داخلة عشان ادخل هندسة، انتهى بيا الامر ان انا بدرس تخصص ما كنتش عارفة هتخرج اشتغل ايه. لا معلش، واحدة واحدة بقى. انت خلصتي غيرت السنة. التخصص. لا دلوقتي انت خلصتي السنة، امم. هتكملي سنة تانية في المنحة برضو. هبدأ سنة هتبدأي تانية. تختاري بقى التخصص في السنة التانية دي، ولا انت لازم لو هتكملي في المنحة تختاري هندسة؟ هما ما قالولناش في الاول ان احنا ينفع نغير التخصص، وده كان جزء من الرحله التعليميه حقيقه يعني. قالوا انتوا داخلين تخصص معين، ولكن هم في خلال السنه التحضيريه دي كانوا بيعملوا لنا اختبارات شخصيه، اختبارات ذكاء، اختبارات كتير قوي. فخلال السنه دي انا برضو في حاجه نسيت احكيها. وقت علوم انا قلت ان انا زي ما قلت لك بحب الناشونال جيوغرافيك وبحب الحيوانات والتنوع البيولوجي. دخلت علوم كنت كل يوم بعيط، عشان اكتشفت ان دراسه علوم الكارير بتاعها مش شبهي خالص، رغم ان انا بحبه ك... كحاجه من بره. وده خلاني اقف واقفه مع نفسي كبيره قوي. اول ما دخلت السنه التحضيريه دي، اول سؤال سالته لهم هو انا ينفع اغير تخصصي؟ قالوا لي اه، بس بعد ما تخلصي السنه التحضيريه بنشوف انت ليه عايزه تغيري تخصصك. كانت رحله علوم رحله مؤلمه نفسيا جدا هي جدا. الرحلة برضو ما كانتش طويلة ما قوي. كانتش طويله، بس طويله عليا انا كالاء. اللي هما الشهرين تلاتة دول. كنت بقوم نفسي مكتوم، انا مش عايزه اروح، انا تعبانه جدا. ادخل بقى معمل الكيمياء او كده، انا مش حاسه بده. انا بدخل اعمل نقط للخلايا وبشوف مش، ما كنتش حاسه ان في فاليو. وانا دي حاجه اكتشفتها في نفسي، ان انا فاليو دريفن، او الشخص اللي بيجري ورا القيمه اللي قدامه. انا لو عملت حاجه مش حاسه بالقيمه قدامي، مش هقدر ان انا اعملها، ممكن اعمل حاجات اصعب، وده اللي انا عملته. فبعد السنه انا المفروض اختار الجامعه والتخصص، او الجامعه والتخصص اللي انا مختارهم من قبل كده. مم. فجيت على اخر السنه دي، كنت مركزه قوي في السنه دي ادرس نفسي اكتر، احسن من نفسي اكتر. بعدين اكتشفت ان مجال الهندسه ده مش بتاعي في اخر السنه التحضيريه. يعني انا غيرت تخصصي قبل ما ادخل الجامعه باسبوعين، في اخر ديدلاين. فلقيت ان الاختبارات الشخصيه، طبعا اخترت الموضوع بطريقه عبثيه جدا، انا مش هقول ان انا كنت عارفه انا رايحه فين، بس المهارات اللي عندي طلعت ان انا شخص بيفهم في البيزنس قوي، وده بيزد على ان انا اصلا كان عندي بيزنس، حاجه انا كنت اجنورد اصلا، ما كنتش واخده بالي منها. انا شخص بيحب البيزنس قوي، وشخص متحدث عنده مهارات ان هو يدخل اعلام، واحدة شخص واحدة معلش انفلونسر. يعني. انت هنا دلوقتي قلتي ان انا عرفت ان انا المهارات اللي عندي كذا، امم. وبعد كده تدخلي في ستيب 2. بس قبل عرفت دي، ازاي عرفتي اصلا؟ يعني انت ازاي عرفتي بقى، انت بدأتي تقعدي مع نفسك، ازاي عرفتي نفسك ان انا آلاء
فاليو دريفن، ان انا بحب البيزنس، ان انا عندي مهارات 1 2 3؟ الحقيقه كل ده من المنحه. ازاي السنه بقى؟ التحضيريه دي كان فيها كامبات، ان هو مثلا كانوا بيقولوا لنا في حاجه اسمها بيرسونال فاليوز وفي حاجه اسمها كارير فاليوز. عندنا مثلا عنده، طب كل واحد يقول لنا كروت مثلا ايه اكتر قيمه بالنسبه لك فارقه، طب يعني سلكت 10. انا بحاول اتكلم عربي وانجلش الدنيا بتبوظ مني. مفيش مشكلة، الدنيا لو في حاجة معينة هتلاقيني قول بوقفك لي عادي. على طول. اه، احنا هنا آه، بنختار الفاليوز او القيم اللي بتمشيك. القيم دي في بالظبط. منها بيرسونال اللي هو وليكن اظن يعني الصدق والامانة والحياة الشخصية دي، مم. ولكن كارير فاليوز اللي هو وليكن ببساطة خالص انا بحب اشتغل من البيت وانتي بتحبي تشتغلي من المكتب مثلا. بالظبط. احب مكان مثلا مركز على الاثر اكتر، ولا مؤثر على مركز على الجانب المادي اكتر. العمل الانساني ولا العمل مش عارفه ايه الحاجات دي. فكانوا عاملين لنا نشاطات كتير قوي، اللي هي منها برضو جزء زي ما قلت لك بروبلم سولفينج وسوفت سكيلز. الحته دي كانوا بيكلمونا عن الشخصيات وانواع الشخصيات. طب شخصيتك نوعها ايه، فانت ممكن تحب ايه، ممكن يليق عليك ايه. فكان كل السنه دي سنه تحضيريه فعلا بكل الاشكال الممكنه، فهم دخلونا في سيشنز كتير. بس انا كنت مركزة مع نفسي أكتر. يعني دي حاجة حتى المشرفين بتوع المنحة كانوا بيدونا فيدباك على شغلنا، وكانوا بيخلوا المدربين اللي موجودين طول السنة بيدونا فيدباك. قالوا لنا إن أنا كنت من أكتر الناس اللي مركزة مع نفسها. لما حد يقول لي حاجة تنور، اللي هو لا استنى تعالى هنا، طب أنا ممكن أستفاد من ده إيه. طب إيه مثلا الكارير ده، مش بس بسيبها كمعلومة، لا انا اروح مثلا المدرب بتاع السوفت سكيلز او اللي عمل لنا اختبار شخصيه، طب انا اروح فين بعد دي. طب انا خدت المعلومه ان انا مثلا في الديسك اناليسيس، حاجه كده اسمها ديسك اناليسيس، تحليل شخصيه، انا طلعت شخصيتي مثلا انفلونسر الاي. طب دي هتفيدني بايه، طب اديني موقع اقرا فيه، لان دايما اللي قدامك مش بيبقى عنده وقت. امم. فكنت اي حد بيقول معلومه، طب انا مش عارفاها، طب هروح اذاكرها. كان بيتنمروا عليا شويه برضه وقتها في المنحه. كنت عايزه احسن الانجليش بتاعي قوي، فاحنا كلنا خدنا نفس الكورس. بس انا كنت بقعد اذاكر واروح واكتب ويطلع عيني ومش عارفه ايه. لو انت حارقه نفسك على انت محتاجه تنجحي بس نفس الكونتنت، والله مش بقارن نفسي باي حاجه، بس انا نفس الكونتنت كلنا داخلين وكلنا نجحنا. بس انا كان الانجليش بتاعي آه خلاص بقى في ناس اصلا تسالني انت الاكسنت بتاعتي جايباها منين، رغم ان احنا كلنا نفس الليفل، داخلين من نفس الليفل، بس خرجت باوتبوت مختلف لان انا اشتغلت على، كنت مركزه على نفسي قوي. حلو قوي. النقطة هنا بناء على اللي انت قلتيه كده احاول الخص انت عرفتي نفسك ازاي. اول حاجة ان انت رجعتي لنفسك القديمة. انا كآلاء وانا في ابتدائي واعدادي وثانوي انا عملت بزنس، اذا دي قصة نجاح وحاجة كنت لاقي نفسي فيها، وانا بنزل اوصل حاجة بالمترو وانا بروح اشتري من العتبة وهكذا. فدي نقطة قوة عندي، فان انا اقعد مع نفسي اصلا واعرف ايه اللي انا عملته قبل كده. تاني حاجة الاسسمنتس او اختبارات تحديد الشخصية. وهنا حتى الشباب ممكن يبحثوا عن ديسك اناليسيس اللي هو DISC. امم. وفي طبعا MBTI او 16 personalities assessment اللي هي بتقعد بتتسال اسئله وتجاوب الاسئله فيقول لك والله انت شخصيتك كذا. بالظبط. قلتي انت نقطه مهمه قوي بقى، ان انا مش بس باخد الكود بتاعي، انا بقعد ابحث وباخده وبكمله مع القصه بتاعتي. تالت بالظبط. حاجه انت عملتيها هنا الجزء بتاعنا، بدات اشوف الفاليوز بتاعتي. في برضه اسسمنت لطيف كده على جوجل، لو بس كتبنا كارير فاليوز اسسمنت، برضه بقعد يسالني مثلا 50 60 سؤال، وبعد كده يقول لي والله انت شخص، بس هو مركز في الكارير فاليوز. كارير فاليوز حلو. اسسمنت انت بتقدر 1 2 3 4. البيرسونال فاليوز مياله اكتر للايثكس او القيم الاخلاقيه والقيم الدينيه، فبالتالي دي حاجه تختلف بين كل شخص للتاني يعني. فدي حاجه انت محتاج انت تكتبها. اكيد بقى انا معرفش انت عملتي كده ولا لا، بس انت كنتي مجمعه الاجابات دي كلها في دوكيمنت او في ملف او في حاجه، ولا كنت لسه ما كونتيش المهاره دي؟ لا انا كنت مجمعاها كنت وقتها. انا مجمعه. كان بالنسبه لي ده تارجت. انا مش عايزه ادخل كليه تانية اكون فاكره، انا كان عندي رعب ادخل كليه تانية واكون فاكره انا بحبها وادخل واتزنق فيها. ما هو انا كده نو واي باك، ما انا هسيب المنحه هرجع لعلوم. امم. وبعدين بدات افكر ادخل لغات الماني لو رجعت ازهر. بجد بدات اشوف اوبشنز. فكان بالنسبه لي انا محتاجه اعرف انا هعمل ايه في حياتي، مش عايز. وبعدين كان قدامي نموذج ان انا اجي بعد ما اتخرج اكتشف ان انا اشتغل في حاجه تانية، او هكتشف نفسي. لا انا مش حابه ده. فخدي مركزه قوي انك تكتشفي نفسك في الوقت ده، وبداتي انك تجمعي الكلام ده في دوكيومنت مكتوب فيه كل الحاجات دي. عشان انا لسه امبارح طالب من شباب دوكيومنت فيه نفس الحاجات دي كده، وهم قاعدين ايه، انا لسه مش عارف احكي قصتي، ده الموضوع كبير قوي. امم. بس دي فعلا نقطه اساسيه ان الواحد يبدا ان هو يعرف اهتماماته، هو نفسه ان هو يكون إيه.
بالظبط. خلصتي انت السنة الأولى التحضيرية ومطلوب منك انك تختاري هندسة ولا المجال التاني، فانت بدأتي تشوفي نفسك انت ماشية في أي مجال. ده انت قلتي انك اخترتي بطريقة تانية أو بطريقة بالظبط. عبثية أو بشكل ما. احكي لي برضو على الفترة بتاعت الاختيار دي. هو انا جيت في الاخر لقيت كل يعني اكتشفت حاجه في شخصيتي، ان انا شخصيه مالتي تالنتد، يعني عندي مهارات، يعني مواهب مختلفه، وشخصيه بالانسد. ان انا مثلا ما عنديش وينج حاجه كده في الاختبارات الشخصيه. الوينج ده ان انا بميل لحاجه اكتر من حاجه. ايه اللي لا، هي الحاجات اللي انت يعني. وينج مثلا معناها ان انا مثلا شخص بيميل للحاجه اليدويه، ولا بميل للحاجه النظريه مثلا. فانت في فالوينج النص. رايح للنظري ولا للعملي؟ لا، انا بالانسد، جايبه درجات في الاتنين واحد. بميل للارقام ولا بميل لان انا متحدث او كده؟ بالانسد. فوصلت لمرحله ان كل الاختبارات، عشان انا كنت مجمعاهم طبعا، محدش هيقدر يجمع حاجه الا لما يشوفها بعينه في كذا حاجه. بدات اشوف شخصيتي معقده. يعني اللي هو حتى في مره يعني في تيست من التيست اللي هي كانت اتعملت دي، المدرب عاد لي التيست كذا مره، يقول لي مفيش حد، يعني النادر ان ثلاثة يطلع له 3 بوينتس في حتت مختلفة، انا كان طالع لي 4، ان هم مم. متوازنين. فشخصيتي رخمة، اللي هو انا مش يعني، في ناس ما شاء الله، يعني مش عارفة دي حاجة حلوة ولا وحشة، بس في شخصيات بتطلع لها انت شاطر في كذا، نقاط قوة ونقاط ضعف، اشتغل في كذا كذا كذا. انا عندي نقاط قوة كتير ونقاط ضعف كتير. فنمسك ايه منين؟ وده عمل لي مشكله. يعني مثلا دايما كنت بريليت قوي الناس اللي تقول لك انا متعدد الشغف، انا كذا، لان انا شخص فعلا متعدد الشغف، والحمد لله بعرف اعمل كذا حاجه. فما تقدرش تزنقني في حته معينه، لان انا شاطره في واحد اتنين تلاته، ودايما بحتاج تجديد وتغيير، وبحب اقرا وبحب اتعلم. فجيت بقى لمرحله ان انا عندي كل التست بتقولي الكلام ده، واقوى حاجه عندي وانا برضو البيزنس. اسف على المقاطعه، بس انا في عندي اكيد. ملاحظه بقولها في الاسسمنت دي. مم. يعني مثلا عندنا ام بي تي اي او 16 بيرسوناليتيز او اختبار 16 شخصيه، بيقسم الناس ل 16 نوع من انواع الشخصيات. مم. ديسك بيقسمهم لاربعه، في عندنا رايازك بيقسمهم لستة. انا بقول للناس في 8 مليار بني ادم عايش على كوكب الارض، في عندنا 8 مليار شخصيه. دي حقيقه. اختبارات تحديد الشخصيه دي بتعمل تصنيف للناس، وبالتالي انت بتاخد منها هنت، ولكن دي انت حقيقه. لازم وانت بتقرأ التقرير تحاكم التقرير، هل الكلام ده صح ولا ده غلط. دي مش لازم حقيقه. ولازم ان انت تكمله بان انت عارف نفسك، وتكمله بالنقطة كمان ان انت عملتيها، ان انت بتسأل الناس الخبرات اللي قبلك، وتسألهم وتعرف منهم عن نفسك. بالظبط. والله اتفق قوي، كويس ان انت هايلايتد ده، لان هي فعلا مفيش حاجه قران. الحاجه الوحيده اللي احنا نقول سمعا وطاعه هي القران ايوه. والسنه والشرع. انما اي حاجه علوم انسانيه، انا باخد ده وابدا اشوفه على نفسي. ده مناسب ليا مش مناسب. يعني في حاجات طلعت لي حاجات مش سكنيه، ما حبيتهاش اصلا من المنظر الاولي ده، انا ما مم. حبيتهاش. او الطيب الشخصيه ده اللي انت بتقول انا بحبه، لا ده انا جربته قبل كده ما حبيتهوش. فببدا ان انا، وده مهم قوي، فيجواليزيشن زي ما قلت لك، انت تكون منظم في فهمك لنفسك. يعني احنا للاسف بنبقى منظمين في كل حاجه. لو رايحين رحله هنشوف السندوتشات، هنجيب جبنه رومي ولا هنجيب بانيه ولا هنعمل ايه. نيجي بقى عند نفسنا، نبدا نتعشوق، ما نفكرش، ما نسالش، ما نشوفش هنحجز فين في حياتنا، مش هنحجز فين في فندق ولا هنحجز فين مع اصحابنا. فلا، انا لازم تكون مرتب قوي قوي مع نفسك. فالريزلتس طلعت، او النتائج بتاعت طلعت ان انا شاطره قوي في البيزنس وشاطره قوي في الاعلام. جات لي بقى لحظة الحقيقة. نتائج ايه اللي قالت لك كده؟ يعني ايه الحاجة الفاصلة اللي خلت دماغك يكون فيها الفكرة دي؟ هو كتوتال، يعني مثلا دايما في الكارير الشخصيات، انت انسب حاجة ليكي بيزنس او اعلام. امم. كذا كذا اختبار بقى على مدار السنة كلها. اعرف شخصيتي، انا شخص متحدث كما هو موضح بالشكل يعني. ان شاء الله. الاختبارات اللي احنا قلناها دي ولا في اختبارات تانية؟ احنا قلنا اختبار 16 شخصية ده ممكن الناس تعمله، اختبار ديسك مم. واختبار رازك وكارير فاليوز اسسمنت، وكل الحاجات دي موجودة على جوجل. لو انت بس كتبتها على جوجل كده، ممكن احنا نسيب اللينكس في الديسكريبشن. مم. هل في اختبارات تانية تقدر ان هي تساعد الناس، لا، او حاجة الصراحة انت عملتيها؟ هم دول بجانب النشاطات اللي كانوا بيعملوها، كانت بتظهر لي حاجات ليا في اه، النص. وان انا دي نقطة مهمة قوي، ان انت اصلا باين ان انت بتحبي تجربي حاجات كتير، والانسان لو هو ما جربش مش هيعرف. دي حقيقة. يعني انا هقول منين انت دلوقتي كنت فاكره ان انت بتحبي علوم، التجربه كانت مؤلمه بالنسبه لك، بس هي عرفتك ان انت ما بتحبيش علوم. دي حقيقة. فبالتالي الشخص حاليا، كان احنا في زمن الموكس او الكورسات القصيره اللي موجوده، الكورسات اللي على اليوتيوب، انت فاكر ان انت بتحب مثلا هندسه، اسمع كورس في الهندسه ساعه ساعتين،
جرب، شوف، جرب ان انت تتعلم تول، جرب ان انت تعمل بروجكت، شوف برضه انت وانت بتعمل البروجكت ده هتبقى مبسوط ولا لا. بالظبط. فانا اسف على المقاطعه يعني، بس احنا لا. خلينا نرجع بقى دلوقتي. انت شفتي ان انت بناء على الاسسمنتس وبناء على ان انت رجعتي لنفسك، ده انا كنت عامله بزنس من وانا في 6 ابتدائي، فاذا امم بحب البيزنس وانا بحب اتكلم وكده فالميديا، فقررتي بقى في اللحظه دي ان انت يا تروحي بيزنس يا ميديا. يا بيزنس يا ميديا. اه. فوصلت لمرحله انا المفروض اختار يا بين بيزنس اختار ما بين بيزنس وبين ميديا. طب اعمل ايه؟ قعدت اقلب كده في الجامعات وفي التخصصات، لقيت في تخصص اداره اعمال، قسم اداره اعلام، بزنس ميديا مانجمنت. قلت والله ما انا مختاره تاني، انا اختياراتي وحشه. رحت رايحه بزنس ميديا مانجمنت، ديول ديجري في 4 سنين، يعني كليتين في 4 سنين. ما حدش امم بيعمل في نفسه كده مبدئيا. لا ينصح به تماما انت تاخد 2 ديجريز في 4 سنين. بس كانت بالنسبه لي مش قالوا في الحاجات دي والريفلكشنز والسنه اللي بعزم نفسي عليها دي ان دول احسن حاجتين بعرف اعملهم. اوكي انا هدخل الحاجتين. وده كان اختياري بجد، بقمه، مش هقول عبثيه، هي عبثيه يعني، عارف اللي هو العشوائيه المنظمه. بس هو كان فعلا عشوائيه منظمه، اللي هو الريزلتس المحتاره، فناخد الحاجتين. فده كان تخصصي يعني. وحتى لما دخلت ماما قالت لي هو انت يعني تشتغلي ايه؟ يعني هتشتغلي مثلا في بنك كاكاونتنج فاينانس، تشتغلي اداره، ولا انت هتطلعي في الاعلام، ولا انت بتعملي ايه؟ قلت لها والله يا ماما ما اعرفش بجد، ولحد ما تطلعي اتخرجت. مذيعه طيب يعني. بالظبط، تطلعي مذيعه، تطلعي مخرجه، هتطلعي مش عارفه ايه، محدش كان عارف. امم بس انا كنت دخلت على هذا الاساس. وسبحان الله، رغم ان الجامعه يعني انا كنت بعيط من علوم على ان انا برجع مثلا 8 بالليل، انا في الجامعه كنت بقعد لحد 10 11 بالليل، بنزل 6 الصبح واروح 10 11 بالليل السكن. واحيانا كنا بنبات بره عشان مشاريع التخرج. بس كنا على قلبي زي العسل، عشان مهاراتي تتناسب والفاليوز بتاعتي تتناسب مع التعليم اللي انا كنت بتعلمه. هو ده بقى اللي هو بيسموه الرضا الوظيفي. ايوه. انا مش بس الرضا الوظيفي، الرضا في التعليم. انت لما اخترت حاجه متناسبه معاك فانت نفسك تمام. اسافر ساعتين 3 4، انا يعني انا كنت ممكن الجامعه بتاعتي بينها وبين البيت ساعه، كنت ممكن اغيب عشان الجامعه بعيد عني. امم تمام. بينما ممكن انا باخد كورس مثلا، كنت باخد كورس مثلا TOT او تريننج اوف ترينرز، مسافر 3 4 ساعات، وزي ما انت بتقولي كده على قلبي زي العسل. ففكره ان انت لما تعرف انت بترتاح فين وايه المناسب لشخصيتك بتلاقي نفسك منطلق. دي حقيقه جدا، ودي رحله مهمه قوي. للاسف الناس بتكسل فيها، تقول لك انا هقعد اجرب كل حاجه. طب ما نجرب، انما انت مش عارف جرب. يعني هتعرف ده وحتى في رحلتي في الجامعه لسه هجيلك فيها. انا جربت كل حاجه في التخصص بتاع الميديا، جربت كل حاجه في التخصص بتاع بيزنس، انزل اتطوع، اروح نشاط طلابي، او اشتغلها بنفسي، او انزل انترنشيب، لحد ما اكتشفت ان ولا حاجه في مجال البيزنس ولا حاجه في مجال الاعلام عجباني. ده جاي له. لا طيب، بس قبل ما هرجع للنقطه دي، انت قلتي انك بتاخدي دلوقتي ديوال ديجري. ديوال ديجري ده معناها ان انت مسجله في الكليه دي ومسجله في الكليه دي؟ لا، هو بروجرام. هم مقسمين المواد ما بين اعلام وبين تجاره. امم بس بناخد كل المحتوى في ده، وكل المحتوى ده بيبقى تقيل علينا. يعني مثلا طلبة إعلام بياخدوا الفوتوشوب في ترم مثلا، وبيعملوا عليه مشروع تخرج أو مشروع للمادة، لأن هي براكتيكال. امم إحنا كنا بناخد الفوتوشوب في 3 أسابيع، نطلع نفس المنتج بتاع طالب إعلام اللي بياخده في ترم. وبالتالي ده بروجرام اصلا في ناس كتير زيك داخلين البروجرام اللي هو بيدمج ما بين البيزنس والميديا. بالظبط. لأن في ناس بتبقى فاكرة في حاجة في الكليات اسمها ميجر وماينر. إن أنا مثلا ده في AUC أكتر، الميجر بتاعي مثلا هندسة، اللي هو اللي انا بدرسه ككليه كامله. والماينر بتبقى واخده كده كدراسه جانبيه، مثلا سيكولوجي، علم نفس. فانت حاجه بيبقى معاك اضافيه ميجر يعني. وماينر. انما احنا كبزنس ميديا مانجمنت، احنا واخدين المحتوى بتاع الكليتين كله، بس مضغوط بشكل ما، ومدروس ان احنا نعرف ندمج ايه امتى. يعني احنا مثلا كان ببساطه يعني كشرح الكليه ماشيه ازاي. انا بفهم البيزنس من اول ازاي ابنيه، ازاي اعمله فاينانشالز، ازاي الاكاونتنج بتاعه، ازاي بمشيه، اداره HR ماركتنج، كل حاجه خاصه بالبيزنس. دراسه بيزنس بحته، باخد كوست اكاونتنج بقى، وكل حاجه في البيزنس واستراتيجيك مانجمنت وكده، لحد ما انا بخرجه للماركتنج، وازاي ان انا ايفه واظهره اعلاميا، واعمل ليه اخراج وبودكاست واعلام وسوشيال ميديا. يعني المفروض ان انت تديري المؤسسات الاعلاميه. ادير مؤسسات اعلاميه، ده بارت، او انا اشتغل في اعلام بس، او انا اشتغل في بيزنس بس مم. انا اكون فاهمه الجانب الاعلامي او الماركتنج سايد بتاع المشروع بتاعي. فاحنا كان من اول سنه كانوا بيقولوا لنا ازاي نعمل بيزنس،
ونعمل الدراسه بتاعته وازاي ان احنا نماركت له. فانا بمسك زي ما تقول كده الفاليو تشين من اولها لاخرها، السلسله كامله من الاول السلسله للاخر. يعني فعلا من اولها لاخرها. فكان دراسه، يعني مثلا تخرجي عملت 2 مشروع تخرج، يعني انا ما كنتش زي الناس الطبيعيه اللي بتتخرج مشروع واحد، لا، كل ترم مشروع تخرج من الاول للاخر. بس في واحد مركز اكتر على جانب البيزنس، وفي جزء اعلام، وفي واحد مركز على الاعلام، وفي جانب بيزنس. فاهم؟ فاهم جميل قوي. آه دي كده انت بدأتي تدرسي في الكليه. بالظبط. الكليه بتاعتك، معلش انا اسف. آه بدأتي تدرسي في الكليه، انا عارف ان انت وجودك في الكليه كان فيه أنشطة ثرية كتير، بس قبل ما ندخل الأنشطة الثرية عايز أعرف هي المنحة كده كان فيها تقريبا بارت تالت. دي حقيقه. المنحه كانت 3 بارتس. السنه التحضيريه اللي احنا اتكلمنا عنها بتفاصيلها، الاربع سنين كليه او الخمس سنين على حسب. انا طبعا دخلت 4 سنين. لو انا دخلت هندسه كان هيبقى 5 سنين. وكان في ترم بره مصر في امريكا بالذات، لان احنا منحه تعاون دولي لامريكا. بس ليها شروط معينه، ان انا اجيب مجموع معين، وان انا اجيب السكور بتاعي في الانشطه، لان هم كانوا بيعملوا لنا نشاطات صيفيه حضور بقى واتيتيود، او ان انا ازاي بتعامل وكده، بجانب ابلكيشن، بجانب لغه، بجانب انترفيو. فكان ده مكفول ليا بس بشروط. بس لازم بعد ما تخلصي ال4 سنين الجامعة ولا هو أثناء الجامعة؟ لا، كان لازم اخلص اول سنتين عشان يقدروا ان هم يقيموا الطالب ده يستحق ولا لا. وكانوا بيعملوا سelection من عددنا. احنا كنا 80 حد في مصر واخد المنحة دي. كان تقريبا نسبة يعني 20 شخص بس اللي هيسافر على ما اتذكر يعني. وبعدين إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا قدمت على المنحة والحمد لله دخلت ايلتس وذاكرته لوحدي. وبالمناسبة انا دخلت الايلتس ساعتها مرتين 3. انا كنت ما جبتش المجموع اللي هم عايزينه، كنت بدفع بقى. ادخل وادفع، بس انا عايزه اجيب المجموع. واتقبلت وجالي جواب قبول الجامعه. بعدين ترامب لغى السفر. دي اول مشكله. بعدين الدنيا ظبطت. ترامب لغى السفر؟ لغى الفيز للمصريين. ده إمتى؟ كان 2020 على ما مم. اتذكر، 2021 ده أنت يعني. وأنت في تانية جامعة 2020. وترامب لغى الفيز للمصريين وقتها ما لا، عرفتش مش تسافر. هنسافر. وبعدين بقى طبعا جت كورونا، لما الدنيا فتحت جت كورونا. فانا كان ليا المفروض 4 شهور ترم اسافره، ما جاتليش. وبالتالي القبول بتاعي في الجامعة اتشال. وبالتالي اضطريت تانية اعتقد امتحن ايلتس، لان انا كنت عايزة امتحن ايلتس عشان ادخل جامعة من الجامعات. الاول نرجع ستيب ورا، ان انا وانا داخله جامعه من الجامعات عايزه امتحن ايلتس عشان كنت عايزه ادخل الجامعه الامريكيه، وكان في قصه كده لازم ايلتس يدخلوا فيها. جبت المجموع بس ما رضيوش يدخلوني، يعني قصه كده، حرب تانية. في الاخر ما دخلتش، بس انا كان معايا ايلتس يعني. فانا من سنه اولى لحد سنه تانية الايلتس اكسبيرد، هم بيقعدوا سنتين. حلو. فعشان اقدم على المنح كان لازم امتحن ايلتس تاني على حسابي. كده بتقدمي على منحة جديدة ولا هي نفس المنحة اللي أنت فيها؟ نفس المنحة بس بتاعتي، بس البارت الجزء ده التالت من ده. المنحة مم. كان لازم امتحن ايلتس تاني. فجيت امتحن ايلتس تاني، اجيب المجموع ما اجيبش المجموع مش عارفه ايه. امتحنت تقريبا 3 مرات ايلتس، بس أول عندي لما اصرار. نجحتي ترامب اه. وقف السفر. ترامب وقف، كورونا جت. كورونا جت. جينا. وانا عندي اصرار بشع، أنا خلاص انا عايزه اسافر. بدات اقدم على منح تانية بقى، ترمات تانية بره المنحه بتاعتي زي يو جريد. في حاجات تانية زي سوسي. دي منحة برضو، بس دي تبادل ثقافي يعني. سوسي انا بالنسبة لي عايز اسافر. انا عاملة الباسبور من 2017، انا هستخدمه، انا هستخدمه. بدأتي بقى في البروسيس بتاعت التقديم على المنح من تاني. بالظبط، منح تانية بقى بره. انا خلاص فهمت ان في حاجة اسمها منح، انا عايزة اقدم. ما تقبلتش في ولا واحدة. ولكن ربنا كرم، بعد ما كوفيد الدنيا هديت شوية قلنا لهم احنا محتاجين نسافر. قالوا لنا احنا عندكم شرط ان انتوا اخر سنة دراسة. انا كنت ساعتها في سنة تالتة بقى. اخر سنة دراسة مش ما فيهاش سفر، ما فيهاش الترم ده. فطبعا بقى يعني دي حاجة اتعلمتها، موضوع حق له مطالب. انا شخص متفوق ومليت الريكويرمنتس واتقبلت في المنحه وجبت الايلتس وانتوا قبلتوني. ففايند واي بقى، يعني لقوا طريقه ان انا اسافر فيها اخد الاكسبيرينس دي. فمن هنا لهنا ايميلات رايحه ايميلات جايه. طب في اوبشن ان انتوا تروحوا سمر كورس، اللي هو الدراسه الصيفيه. وده من رايح جاي، ان احنا بنقول للمنحه وهم يردوا علينا نروح المنحه. وده كان سكيل مهمه قوي، الناس ازاي اعبر عن رايي في الايميلات. وده نفعني في الشغل، بقيت اتخانق في الشغل. اتخانق بالايميل. اتخانق اي بالايميل. واحد بياخد مهارة ازاي تتخانق بأدب. بالظبط، يعني اللي هو يعني دير، يعني تحتها مشاكل كتير.
بس دي كانت يعني سبحان الله عركة، ما كنتش عارفة ان هي هتفيدني بعدين يعني، بس فور اكزامبل ده حصل يعني. فرايح جاي قالوا لنا هتروحوا ترم صيفي. جيت بقى قبل ما اسافر ورقي حصل فيه مشكلة. خلاص انا المرة الثالثة الرابعة على التوالي بحضر الشنطة، بقول لهم سلام عليكم، الدنيا تقف. فلحد قبلها باسبوعين عملت برضو خناقه تانية وايميلات رايحه جايه، لا احنا لازم نطلع في حاجه اسمها بورتل كده في يعني عشان الجامعات في امريكا. طب نتخانق، طب نبعت، طب نروح، طب نيجي. اتقبل ان انا اسافر قبلها باسبوعين حاجه زي كده. مم. سبحان الله. وكان اصلا اعتقد كان في مشكله تانية كانت تبع برضو اوراق في امريكا وكده، ان انا اتعمل لي دي سelection من جزئيه لان ما وافقوش على ورقي في حته معينه. فانا كنت مسافره ومحضره ورقي وخلاص مسافره، فاسمي ما طلعش في كانت حاجه تبع السفاره. اسمي ما طلعش في انترفيوز السفاره، وخلاص الجامعه قفلت، فانا الجواب القبول بتاعي مدته انتهت، وانا ما جالش اسمي في مواعيد السفاره عادي، ما عندهمش وقت. فكانت تقريبا رابع او خامس مره بعد ما اتقبلت في المنحه ما عرفتش اسافر. بس لا اكل ولا امل بعدين قدمت تاني، والحمد لله جالي ان انا اسافر امريكا. سافرت مده شهر ونص، درست جرافيك ديزاين لان طبعا كان جزء من دراستي جرافيك ديزاين وكالتشر ستاديز، ورحت امريكا الحمد لله. وسافرتي الترم الصيفي ده وبعد كده رجعتي كملتي الدراسة في الأكاديمية اخر عادي. ترم بقى، اخر سنه، مش اخر ترم، اخر سنه. دلوقتي انت اخدتي المنحة دي كانت منحة دراسة البكالوريوس، وبالتالي انت المنحة دي ساعدتك في كذا حاجة. أول حاجة انك اخدتي دبلومة كاملة في الجامعة الأمريكية مجانا. دراستي في الأكاديمية البحرية، والأكاديمية البحرية من اي ثينك من أكبر 10 جامعات في مصر يعني دي بشكل فور حقيقة. فري برضو. سافرتي شهر ونص، درستي في أمريكا، كل ده تبع المنحة. رجعتي، ايه بقى المنح التانية اللي انت اخدتيها كده سريعا؟ لو تعددهم لنا ايه؟